بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو أهل الحمد، ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم يا شباب تانية ثانوي في المحاضرة رقم 3 من محاضرات الأحياء للثانوية العامة تانية ثانوي 2024. وأنا يا جماعة والله في قمة سعادتي وانبساطي، والتيم كله فعلا مزقطط من مجهودكم على الجروب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جماعة إيه الحلاوة دي؟ جماعة إيه الطعامة دي؟ أقسم بالله ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله محد يجاوبنا. ايه ده يا جماعه انتوا حلوين كده ليه؟ يا عيال انتوا ازاي شطار كده بجد؟ اقسم بالله انا ما شفتش حماس من ثالثه ثانوي زيكم بجد. فما شاء الله عاش عاش عاش، 5 في عينيا عشان ما احسدكمش يعني. فمبسوط جدا يا شباب، وده بيخليني فعلا اجتهد. انا مطبق حرفيا، عينيا حمرا باين عليها صح، مطبق حرفيا عشان بحضر لكم المحاضره. ف ومش تعبان يعني، انا مبسوط. عارف انت لما تكون بتتعب قوي بس تلاقي التعب ده مجهودك باين والناس مبسوطه وشايف مجهود برضو منهم، فانتوا الاتنين بتبذلوا مجهود فانت مش حاسس انك تعبان. ده احساسي بالظبط يا شباب والله. يعني يا جماعه استمروا، شغلكم جامد جدا جدا جدا، يبهر اي حد ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب جماعه، اول حاجه زي الطبيعه بتاعتنا طبعا لا ننسى الناس اللي بتفرج على الجروب الممتازه. ويا مريم محمد، ايه الجمال ده يعني؟ عبد حط لهم كده الصور لو سمحت. مريم ايه الجمال ده بجد يعني؟ انا مش مصدق ايه الصوره اللي انا شايفها دي بجد. عاش جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله افضل واجمل دكتوره مريم محمد. طيب رنا عبد العزيز، عاش جدا يا دكتوره رنا. منار ميرو، عاش جدا يا دكتوره منار. كيرولوس فام، عاش جدا يا دكتور كيرو. بسملة أنور، عاش جدا يا بسملة. ويا جماعة بقى يعني بجد اللي عاملاه مريم أنا مش مصدقه، مش مستوعب بجد. طيب ده أول حاجات تفريغات. بعد كده يا شباب الامتحان اللي على المنصة، بسم الله. الناس اللي جابت 100% بس اللي اسمه متكرر هنفضحه، لأنه معنى كده إن هو دخل الامتحان قبل كده وشاف الإجابات وحل تاني، تمام؟ عشان بس نكون على نور. اللي هلاقي اسمه مرتين هنسيح له. طيب أول حاجة هدى محمد، زياد أحمد، فاطمة عزمي، سارة عيد، أدهم موسى، محمد محمد، آلاء مختار، محمود حسن، صموئيل إسحاق، نيرفانا أمير، كريمان محمد، ميار أحمد ماهر. تمام لحد الآن محدش اسمه متكرر. طيب زياد أحمد، رحمة رجب، آلاء مختار، محمود حسن، مصطفى ماهر حسن، سلمى عبد الرحمن، مريم السيد. الناس دي كلها جايبه 100% ما شاء الله لا قوه الا بالله. مصطفى علي، وسام صلاح، حبيبه عبد الوهاب، ملك عمر، سيد محمد. طيب عائشه مصطفى، زياد سلامه، محمود مهدي، مصطفى ماهر حسن، ادهم موسى، حبيبه عبد الوهاب. بعد كده يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، هدير الريدي، سارة عيد، شهد يوسف، إيمان محمد توفيق، مصطفى علي، أيمن بدوي، مينا ناجح، ندى محمود، زياد سلامة، محمود محمد، سلمى عبد الرحمن، مريم السيد، محمد عادل، محمد إيهاب، أحمد محمد، فاطمة حمدان، فاطمة عزمي، يوسف أبو العلا، مريم السيد، منة الله مجدي، دعاء خالد، زياد سلامة، فاطمة السيد الشمندي، فاطمة إسماعيل، جمان عماد وجيه، سالي محمود، إسراء النبوي، إسراء عبد العاطي عبد القادر، حبيبة موسى، زياد سلامة، هدير أحمد، أميرة الخطيب، يارا إبراهيم، مدن عماد، سلمى سليمان، ريم علاء، حسن سرور أبو النجا، سلمى شحاتة، زينب علي، إبراهيم عبد الواحد الطويل، ولا ننسى الدكتورة أسماء أيمن أختي. ربنا يكرمها يا رب ويوفقها ويكرمكم يا شباب ويوفقكم كلكم ما شاء الله شطار خالص يعني. بجد أنا قمة سعادتي وانبساطي. طيب يا جماعة النهاردة معنا بقى درس قمر بجد زيكم والله العظيم يا شباب. يعني بجد بعد الانبساط اللي انا انبسطته الرهيب ده، جاي درس قمر عشان ابسطكم بيه، ودرس هنستخدمه كتير جدا في ثالثه ثانوي. طيب فكك بقى من تانية وفكك من تالتة، وعاوزك تعيش مع الأجواء الجميلة جدا جدا جدا. هنبص يا جماعة في نفسنا. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شباب ربنا ما كانش هيقول لنا كده سبحان الله إلا لو نفسنا دي عجيبة وغريبة
ومعقده جدا 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 وتحفه جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. يعني سبحان الله يا جماعه، لما نبص في الانسان كده او نبص في خلق او خليقه الانسان هتشوف عظمه ما بعدها عظمه. والنهارده يا جماعه ان شاء الله هتتجلى عظمه الخالق سبحانه وتعالى لما ندرس يا اولاد الجهاز الهضمي. طيب بص بقى يا سيدي، انا عايزك النهارده بالك رايق. لو انت مستعجل كده عايز تكروت المحاضره ارجوك اقفلها بالله عليك، امشي. لو انت عايز تكروت، لو انت بقى عايز تفهم وتتعلم وتبقى برنس وفاهم وشاطر وحاجات في حياتك العمليه مهمه جدا جدا تفهمها ولحياتك اصلا عشان انت عايش وبتاكل وكل حاجه، لازم تقعد لحد اخر ثانيه في المحاضره. وطبعا لا تنسى الشير واللايك عشان كل الناس ان شاء الله تستفيد. ونقفل التليفون ويلا بينا يا جماعه على بركه الله نتوكل على الله ونشوف المقدمه الجميله بتاعتنا، الا وهي مقدمه اول حصه في منهج اولى ثانوي. دكتور احنا في ثانيه ثانوي. يا ده انا عارف، تعالى بس اقول لك على حاجه. تعال بسم الله شباب، احنا يا اولاد اخدنا في اول حصه في اولى ثانوي حاجه اسمها مقدمه المنهج. اول حاجه يا شباب يعني ايه احياء اصلا، وبدانا في حاجه اسمها الجزيئات. ركز بقى معايا كده كويس جدا جدا جدا. الجزيئات البيولوجيه الكبيرة. لا تنسى تعلي جودة المحاضرة من السيتنج عشان تشوف المحاضرة بأعلى جودة إن شاء الله. دكاترة خدنا زمان حاجة اسمها الجزيئات البيولوجية الكبيرة، وكنا يا ولاد خدنا فيها فصل أو فصلين. أولا وأول درس معانا كان اسمه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات تمام. تاني درس يا دكتور كان اسمه الليبيدات، صح؟ الليبيدات. الليبيدات. الدرس الثالث يا جماعه كان اسمه البروتينات. البروتينات تمام. ده يا لهين يشيلوا كده بعيد على جنب، ارميه في اي حته عشان نركز اقصى تركيز ان شاء الله. يبقى يا دكتور ادي كده الليبيدات، ادي يا جماعه البروتينات. كان في يا جماعه كمان احماض نوويه بس مش عايزها النهارده. انا النهارده يا ولاد عايز الجزيئات البيولوجيه الكبيره، الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات. ليه يا دكتوره؟ لان حضرتك ده اللي انت بتاكله. طيب هفكرك بكمان حاجه مهمه جدا جدا جدا. نركز مع بعض ان يا ولاد الجزيئات البيولوجيه الكبيره كان اسمها جزيئات لان حضرتك جسم الانسان، الكلام ده مهم جدا جدا جدا، عباره عن ده يا جماعه الجسم عباره عن اجهزه. خلاص؟ يعني مثلا الجهاز الهضمي درس النهارده، والجهاز العضلي مجموع عضلات الجسم ناخدها ان شاء الله في ثالثه ثانوي، والجهاز العصبي هيجي ان شاء الله برضو بعد كده، والجهاز البولي جاي برضو ان شاء الله لسه هناخده، والجهاز التنفسي. عادي يا جماعه اي جهاز في جسمنا يعني بشكل عام. خلاص؟ يبقى دكاتره جسمنا عباره عن مجموعه اجهزه. طيب تعالى يا دكتوره، كل جهاز يا ولاد عباره عن مجموعه من الاعضاء، وهفهمك يعني ايه. مثلا يا ولاد الجهاز الهضمي بتاعنا درس النهارده مثلا عامل ازاي. حضرتك عامل كده اهو. اول حاجه في بقك، بعد كده حاجه اسمها البلعوم. البلعوم ده يا جماعه بيكمل مع حاجه اسمها المريء. هذا المريء يا ولاد بيكمل مع حاجه اسمها المعده. خلاص؟ المعده يا جماعه بتكمل مع حاجه اسمها الاثنى عشر. الاثنى عشر بيكمل مع حاجه اسمها الامعاء الدقيقه. الدقيقه بتكمل مع حاجه اسمها الامعاء الغليظه. الغليظه بتكمل مع حاجه اسمها المستقيم. المستقيم يا جماعه اخره فتحه الشرج. فحضرتك كل جهاز عباره عن مجموعه من الاعضاء. طب ركز معايا الله يكرمك. كل عضو يا ولاد عباره عن مجموعه من الانسجه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا يا ولاد هقول لحضرتك النهارده ان شاء الله ان المعده بتاعتك فيها مثلا عضلات، وفيها اغشيه بتفرز هرمونات، وفيها اغشيه بتفرز او فيها حاجات او غدد بتفرز مثلا مخاط. فحضرتك المعده بتاعتنا عباره عن انسجه. طيب صح. كل نسيج يا ولاد عباره عن مجموعه من الخلايا. الخلايا بتاعتنا يا شباب مهمه جدا جدا جدا. حضرتك دي الخلايا بتاعتك تمام. اللي بره ده يا ولاد اسمه الغشاء البلازمي، وده يا جماعه مهم النهارده، وفي تركيه كده في البدايه بتاع الدرس لازم تكون عارفها كويس. اسمه دكتوره غشاء بلازمي. هذا الغشاء البلازمي يا ولاد عباره عن طبقتين من الفوسفوليبيدات. خدناها يا جماعه زمان واحنا في اولى ثانوي واحنا صغيرين لما خدنا الليبيدات المعقده زي الفوسفوليبيدات، ليبيدات عليها فوسفور. حضرتك كانت عباره عن رؤوس محبه للماء وذيول كارهه للماء. الغشاء البلازمي بتاع خلايانا يا شباب عباره عن حاجتين، رؤوس محبه للماء ده اهي تمام، ده اهي اللي بره يا شباب محبه للماء، وذيول كارهه للماء اللي جوه يا شباب تمام. حلو خالص. طيب فحضرتك ده اسمه الغشاء البلازمي. ايه كمان؟ قال لك حضرتك عندك حاجه اسمها النواه بتاع الخليه اللي جواها دكتوره حاجه اسمها الدي ان ايه، الماده الوراثيه بتاعتك، الجينات اللي شايله صفاتك الوراثيه. عينك خضراء ليه؟ عشان عندك الجين بتاع العيون الخضراء. انت طويل وبداني ليه؟ عشان عندك الجين بتاع الطول والبيض او الناس البيض يعني. انت ليه قمحاوي او مسمر شويه؟ انت ليه مثلا شعرك مسبسب؟ ليه شعرك كيرلي؟ كل صفاتك الوراثيه موجوده في الدي ان بتاعك على حاجه اسمها الجينات يا دكتوره
تمام، كلام سهل. طيب لحد الان يا جماعه انا لسه اصلا بمهد للدرس، فركز معايا، كلام مهم جدا جدا جدا. في يا جماعه النهارده برضو حاجه هنحتاجها جوه الخليه، حابب برضو اكد لك عليها كويس خالص، الا وهي يا شباب عضي جوه الخليه عامل كده اهو. عامل ازاي يا دكتوره؟ عامل كده يا اولاد، كده اهو بالظبط. حد عارف اسمه؟ اه يا دكتور عارفينه، خدناه في التعضي زمان في اولى ثانوي. اسمه يا اولاد الميتوكوندريا. الميتوكوندريا يا شباب ده مصنع الطاقه في الخليه، بالتفصيل ان شاء الله في التنفس. حضرتك الميتوكوندريا ده يا دكتور اللي بيصنع لي الاي تي بي. منين ده يا جماعه؟ اسمه عمله مش عمله بقى، الطاقه في الخليه. يعني حضرتك عشان تجيب طاقه بتاخدها على شكل اي تي بي. هذا الاي تي بي يا اولاد بيتصنع جوه الميتوكوندريا في قلب الخليه. طيب بتجيب منين؟ قال لك يا دكتور حضرتك اصلا الطاقه اللي في قلب الاي تي بي جايه يا ولاد من حاجه اسمها عمليه اكسده الجلوكوز. اوبا، يبقى يا دكتور عايز تقول لي ده بس ايه؟ برمي لك حاجه هنستخدمها ان شاء الله بعد 5 دقائق. عايز تقول لي يا دكتوره لازم يدخل لها جلوكوز، لازم يخش لها ايه؟ جلوكوز، والجلوكوز ده يروح عند الميتوكوندريا والميتوكوندريا تحرقه او تعمل له حاجه اسمها اكسده عشان تطلع منه الاي تي بي. يا سلام يا اخي، خد بوسه. طيب حلو خالص، ماشي يا دكتور. فيا جماعه نرجع بقى تاني، احنا يا اولاد جسمنا عباره عن مجموعه اجهزه. انا بس ايه فرشه كده خلاص. جهازك عباره عن مجموعه اعضاء، اعضائك عباره عن انسجه، كل عضو عباره عن مجموعه انسجه، كل نسيج يا ولاد عباره عن مجموعه من الخلايا. ركز معايا بقى الله يكرمك يا باشا. حضرتك كل خليه من جوه عباره عن مجموعه من، ركز معايا كده الله يكرمك، عضيات. لسه بقول لحضرتك الخليه بتاعتك جواها النواه، ده عضي، وجواها البلاستيده النباتيه مثلا جواها بلاستيده. خليتك انت ما عندهاش بلاستيده، انت عندك مثلا ميتوكوندريا، وعندك حاجه اسمها شبكه اندوبلازميه خشنه بتاع البروتين، وحاجه اسمها شبكه اندوبلازميه ملساء بتاع الدهون. مش قصتنا خالص. فحضرتك الخليه جواها حاجه اسمها عضيات. يعني ايه عضي؟ يعني تصغير عضو حاجه جوه الخليه بتاعتنا. خلاص اركن بقى على جنب، ركز بقى. حضرتك يا دكتوره كل عضي جوه الخليه عباره عن مجموعه من الجزيئات. يبقى عرفت يا دكتور الجزيئات دي بتعمل ايه؟ اه يا دكتور عارف، تعالى عدي لي عليها كده بسرعه جدا. الجزيئات يا دكتور بتكون حضرتك العضيات، العضيات بتكون الخلايا، الخلايا بتكون الانسجه، الانسجه بتكون الاعضاء، الاعضاء يا جماعه بتكون الاجهزه، والاجهزه بتكون جسمك الجميل يا باشا. يطلع الامر اللي قاعد بيتفرج على هذا الفيديو الجميل العسل. خلاص حلو خالص. طيب بص بقى يا سيدي، حضرتك الجزيئات احنا خدنا منها زمان 3 انواع. الكربوهيدرات، وكنت بقول لحضرتك ان الكربوهيدرات دي هي العيش، المكرونه، الرز، النشويات يا شباب، والسكريات. تمام. والليبيدات الدهن اللي حضرتك بتاكله، السمين. والبروتينات اللحمه، طبعا كلنا عارفينها يعني. خلاص طيب، عايز من الكلام ده، عايز اقول لحضرتك من هذا الكلام لازم نفتكر كويس جدا 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 يا ولاد شويه معلومات مهمه علشان هنستخدمها النهارده في الهضم. بص يا سيدي، نفتكر يا اولاد حاجه اسمها التصنيف. كنا يا جماعه زمان في اولى ثانوي بناخد في الدرس بتاع الكربوهيدرات او الليبيدات او البروتينات 5 حاجات. اولا التعريف، بعد كده التركيب الجزيئي او الصيغه الجزيئيه، بعد كده حاجه اسمها التصنيف، بعد كده الاهميه، بعد كده الكشف. فكك من كل الكلام ده بتاع اولى ثانوي. انا يا دكتور عاوز النهارده حاجه اسمها التصنيف. ليه بقى؟ لان هقول لحضرتك اول حاجه ان الكربوهيدرات يا اولاد الوحده البنائيه بتاعتها اسمها السكر الاحادي. وعشان حضرتك تفتكر السكر الاحادي لازم اقول لك التصنيف بتاع الكربوهيدرات. بنصنفها يا شباب لحاجه اسمها سكريات بسيطه وسكريات معقده. الكلام ده مهم جدا 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 النهارده. سكريات بسيطه، سكريات معقده. ما هي السكريات البسيطه؟ قال لك رجعنا قسمنا البسيطه مره اخرى الى سكريات احاديه وسكريات ثنائيه. قال لك احاديه يعني كل السكر حضرتك عباره عن سكر واحد. كانوا سكيمتهم يا جماعه 2 ج زائد فر، جلوكوز جلاكتوز فركتوز ريبوز. يبقى 2 ج وفر، جلوكوز جلاكتوز، الفر بقى فركتوز ريبوز. حلو خالص، ده يا دكتور بالنسبه للاحاديه. طيب تعالى بقى على الثنائيه. قال لك الثنائيه هي عباره عن 2 من الاحاديه. يا سلام، بس كده كده الاثنين دول هيبقى واحد منهم جلوكوز. تعال نشوف الكلام ده. قال لك يا دكتور ادي جلوكوز وادي جلوكوز وادي جلوكوز وادي جلوكوز. تمام حلو خالص. بص بقى يا سيدي، حضرتك لو ضفت للجلوكوز دوت كمان جلوكوز، ده مهم جدا جدا النهارده، يعمل لك يا دكتور حاجه اسمها سكر المالتوز. اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو يا جماعه اسمه سكر الشعير. بالمناسبه يا اولاد الجلوكوز ده كان اسمه سكر العنب. الجلاكتوز ده يا جماعه اسمه سكر اللبن او بيخش في تكوين سكر اللبن. الفركتوز يا اولاد بيخش في تكوين سكر او هو اصلا اسمه سكر الفواكه. الفركتوز فواكه. الريبوز يا جماعه ده السكر يا اولاد بتاع الدي ان ايه والار ان ايه. في الدي ان ايه اسمه دي اوكسي ريبوز، الكلام ده قديم، وفي الار ان ايه اسمه ريبوز. طيب عشان بس ايه لو عايز تفتكر معايا، ماشي كويس خالص. فحضرتك بقى دول الاحاديين.
الثنائيين بقى يا ولاد، الجلوكوز لو حطيت له جلوكوز زيه يعمل لحضرتك المالتوز. فالمالتوز يا ولاد عشان هيجي النهارده سيرته كتير، عباره عن اتنين من الجلوكوز، اتنين من الجلوكوز. طيب عايزك برضو ترجع تفتكر حاجه، لما كنت بقول لحضرتك ان السكر بيخش الخليه عشان تعمل طاقه وتعمل له اكسده، كنت بقول لك ان الجلوكوز اللي بيخش مش حاجه تانية. يعني حضرتك المالتوز ما يخشش، فعشان المالتوز يخش لازم ايه؟ تكسره، لازم تقسمه لاتنين جلوكوز عشان تعمل حاجه اسمها هضم. انا بشرح لك بقى كل الليله دي عشان لما اقول لك هضم تبقى عارف يعني ايه هضم. ركز معايا. بص يا سيدي، حضرتك الجلوكوز لو ضفت له حضرتك الجلاكتوز ده اهو، اخوه الجلاكتوز، يطلع لحضرتك سكر اسمه سكر اللاكتوز، سكر اللبن، سكر اللبن اللي في لبن الام. تمام، حلو خالص. ده يا جماعه سكر اللبن. طيب الجلوكوز ده يا جماعه لو حطينا له سكر الفركتوز يعمل لحضرتك سكر اسمه سكر الساكاروز. اسمه ايه؟ الساكاروز. الساكاروز اسمه يا جماعه سكر الفواكه، خلاص، او سكر القصب بقى، سوري. الفركتوز ده سكر الفواكه، لكن يا دكتور ده سكر احادي. لكن حضرتك السكروز ده اسمه سكر قصب، سكروز قصب. فاكر اولى ثانوي؟ طب كويس خالص. ده يا جماعه اسمهم سكريات يا اولاد ثنائيه. يعني ايه ثنائيه؟ يعني حضرتك كل سكر عباره عن اتنين مونيمر، اتنين مونيمر، ادي واحده وادي الثانيه. خلاص، جلوكوز وحاجه، جلوكوز وحاجه، جلوكوز وحاجه، جلوكوز وجلوكوز مالتوز، شعير اسمه سكر الشعير، جلوكوز وجلاكتوز لاكتوز سكر اللبن، جلوكوز وفركتوز سكروز سكر القصب. حلو جدا جدا هذا الكلام. ماشي يا دكتور، ايه كمان هقول لحضرتك؟ تعال عندك يا باشا السكريات المعقده. كنا بنقول يا شباب لو بنتكلم على نبات، صغر بس القلم كده سيك عشان ايه، لو بنتكلم يا جماعه على نبات تقول لي يا دكتور انا عندي حاجتين، اما نشا واما لا مش جلايكوجين، واما سيليلوز. خلاص. لو بنتكلم يا جماعه على حيوان او انسان يعني، يبقى يا دكتور السكر المعقد اللي فينا اسمه جلايكوجين. ايه يا دكتور قصه المعقده؟ كنت بقول لك زمان انك لما تيجي تاكل ما بتاكلش على قدك، انت طفص بتاكل اكتر من اللي انت عايزه. تمام. فالجلوكوز اللي بتاخده عشان يقضيك وليكن مثلا من اللي انت اكلته تلته او ربعه، طب الباقي بتخزنه عندك ليه؟ عشان لو صمت، عشان لو عشت في مجاعه، عشان لو ما اكلتش، عشان لو حرمت من الاكل. سبحان الله، جسمك متعلم كده يخزن الجلوكوز. تمام. فيا جماعه النبات ده بيخزن الجلوكوز في صوره نشا. اذا يا جماعه النشا ده عباره عن ايه؟ قال لك يا دكتور عباره عن سكر معقد، عباره عن وحدات عديده من الجلوكوز، وحدات عديده من الجلوكوز. السليلوز نفس الكلام، وحدات عديده من الجلوكوز بهذا الشكل يا اولاد. فاكر السلوز ده كان فين؟ شاطر. تقول لي يا دكتوره ده كان بيخش في تكوين الجدار الخلوي في الخلايا النباتيه. تمام. على فكره والله لسه ما بدات في الدرس، بس انا بقول لك على مقدمه هتساعدك جدا جدا جدا. طيب تعال حضرتك الحيوان عنده الجلوكوز المتخزن اسمه يا جماعه جلايكوجين. نفس الكلام يا ولاد، جلوكوز متخزن، بس بدل ما اسمه نشا في النبات لا يا دكتور اسمه جلايكوجين في الحيوان. ده كلام محترم جدا جدا جدا. ماشي يا دكتور. يبقى يا جماعه السكر المعقد في حياتنا بشكل عام في النبات يا جماعه اسمه النشا، بنستخدمها في الطبيخ والاكل يعني. السلوز طبعا يا جماعه ده موجود في الجدار الخلوي، مش بنستخدمه في ده بيستخدم مثلا في المناديل لانه كان ماده محبه للماء او ماده غرويه. يا سلام على اللي بيكتب كل الكلام ده، يا سلام يا اخي. طيب الحيوان يا جماعه كان اسم السكر فيه المعقد جلايكوجين. يعني حضرتك احنا بنخزن لما اقول لك الحيوان يعني اقصد الخلايا الحيوانيه اللي منها الانسان يعني. تمام. الانسان يا جماعه ارقى الحيوانات. خلاص. فالخلايا الحيوانيه يا اولاد بتخزن الجلوكوز ده في صوره جلايكوجين. جلايكوجين ده كلام محترم جدا جدا جدا. ده يا دكتور تقسيمه السكريات الاحاديه. طيب لما اقول لك بقى ان الكربوهيدرات دي بتشمل يا جماعه مثلا النشويات زي ايه؟ زي حضرتك السكر، قصدي زي الرز، زي المكرونه، زي العيش، واخد بالك؟ بتشمل يا جماعه كمان السكريات. تمام. حلو خالص. تشمل كمان يا جماعه الالياف. طيب دكتور مش الكربوهيدرات دي عباره عن بوليمر كبير؟ ايوه يا دكتوره بوليمر. ركز بقى، المونيمر الخاص بالكربوهيدرات تعرف تقول لي؟ سهله يا دكتور، الجلوكوز، او مش الجلوكوز بقى، السكر الاحادي، جلوكوز جلاكتوز فركتوز رايبوز، بس اهم واحد الجلوكوز. تمام. حلو خالص. طيب تعالى يا دكتور على الليبيدات، مش محتاج منها حاجات كتير الا انك تعرف ان الليبيد ده يا جماعه اللي هو الدهن. جماعه ده بوليمر. المونيمر يعني الوحده الصغيره اللي بتبنيه الخاص بالدهون اسمه يا ولاد الحمض، مش الاميني، الدهني. تعالى يا دكتور على البروتين، مش حضرتك ده بوليمر؟ ايوه يا دكتور بوليمر. هذا البوليمر يا اولاد المونيمر الخاص به اسمه يا دكتور بقى مش الحمض الدهني، لا اسمه يا جماعه الحمض الاميني. وده يا جماعه مهم جدا جدا جدا. تنسى اسمك ما تنساش شكل الحمض الاميني عشان مهم ان شاء الله في ثالثه. تعالى اقول لحضرتك مع الحاجات اللي بتنادي بره دي كيف يتكون الحمض الاميني. قال لك يا دكتور الحمض الاميني ده مهم جدا يا ولاد تركيبه. قال لك يا دكتور عباره عن ذره كربون يا ولاد، وحضرتك تعلم من الكيمياء ان الكربون تكافؤها يا شباب رباعي. يعني يا ولاد بتعمل 4 روابط تساهميه
حواليها. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يا دكتور الحمض الاميني يا اولاد عندي منه 20 نوع في جسمي. يا سلام يا سلام على اللي مركز. 20 نوع يا اولاد من الاحماض الامينيه في جسم حضرتك بتعمل البروتينات. تمام. قال لك يا دكتور عندك 19 نوع تركيبهم الجزيء زي بعض. عاملين ازاي يعني؟ قال لك يا دكتور السي ماسكه هنا في اتش، فاكر؟ حلو قوي. وهنا يا جماعه ماسكه في مجموعه اسمها سي او او اتش، فاكر اسمها ايه؟ قال لك يا دكتور اسمها مجموعه كربوكسيل، وسلوكها في المحاليل حامضي. وماسكه يا جماعه في مجموعه امين ان اتش 2 وسلوكها يا جماعه قاعدي. خلاص كده. ماسكه يا ولاد هنا في مجموعه اسمها مجموعه القيل، ودي حضرتك اللي بتفرق ال 19 نوع ده هم عن بعض. يعني حضرتك بيختلف، هم نفس التركيب ده يا ولاد، بس اللي بيختلف من حمض اميني للتاني مجموعه الالقيل دي يا ولاد اللي بتساعد في تمييز الاحماض الامينيه عن بعضها. قال لك يا دكتور هم 20 نوع 19 نفس التركيب ده، بس مختلفين عن بعض فين؟ في الالقيل اللي احنا متفقين بقى. تمام. قال لك يا دكتور النوع رقم 20 هذا النوع اولاد مختلف، اسمه اولاد الجلايسين او الجلايسين. الجلايسين حلوه يعني. ماشي. عامل ازاي؟ كربونه ماسك فيها اولاد سي او او اتش، ماسك فيها ان اتش 2، ماسك فيها اتش، ما فيهاش القيل. لا يا دكتور فيها اتش بس. يبقى يا جماعه ده التركيب بتاع الجلايسين. سي ماسك فيها سي او اتش كربوكسيل حامضيه، وان اتش 2 امين قاعديه، واتش زي اللي فوق عادي جدا، بس بدل الار هتلاقي حضرتك اتش اي. خلاص. ده يا اولاد بالنسبه لي الجزيئات البيولوجيه الكبيره واللي انا محتاجه منهم. طيب يبقى تاني يا جماعه انا محتاجه ايه في الكلام ده كله؟ حضرتك يا دكتور محتاج لما تقول لي كربوهيدرات ده بوليمر كبير، يبقى ده اختار الكربوهيدرات البوليمر الكبير المونيمر الخاص بها هو الجلوكوز. فحضرتك لما تاكل كربوهيدرات تستنى بعد الهضم يطلع لك ايه في الدم؟ جلوكوز. شاطر. طيب يا دكتور لما تاكل دهن تستنى بعد الهضم يطلع لك ايه؟ ما هو حضرتك الهضم ده بحول الجزيئات الكبيره يا اولاد اللي انا ما اقدرش اعديها جوه الخليه لجزيئات صغيره اصغر حجما. يعني حضرتك بتكسر البوليمر الكبير لمونيمر صغير. فيا جماعه اللايبيدات بتتكسر ليه احماض دهنيه، البروتين يا جماعه اللحم بتتكسر ليه احماض امينيه. طيب يا دكتور هنا هيطلع بقى حاجه مهمه جدا 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 اسمها اولاد الهضم او الدايجيشن. الهضم او الدايجيشن. تمام. بص يا سيدي صلي بينا على النبي. يا دكتور احنا قلنا زمان في اولى ثانوي ان ولاد الكربوهيدرات، اعرف بس الدنيا جايه منين واللفه جايه منين، واللايبيدات ليبيدز، والبروتينات بروتينز، دول يا جماعه عباره عن بوليمرات. يا ولاد كلمه مير يعني قطعه، وكلمه مونو لما اقول لك مثلا القهوه دي مونو، يعني ايه مونو؟ يعني واحد. فمونومير يا ولاد يعني قطعه واحده، يعني مونيمر، يعني حاجه صغننه طوبه في قلب الجدار اسمها مونيمر، قطعه واحده. طيب لما اقول لحضرتك كلمه داي يا ولاد يعني اتنين، فلما اقول لك داي مير او دايمر تسمعها ان شاء الله في الكليه دي لو دخلت كليه طبيه يعني يا دكتور مونيمرين جنب بعض اسمهم دايمر يا ولاد، ثنائي. طيب لما اقول لحضرتك بقى كلمه بولي في اي حته تقول لي يا دكتور بولي يعني عديد. فيا جماعه بوليمر يعني يا اولاد عديد المونيمرات. خلاص. يعني يا دكتور حبه مونيمرات مع بعض. تمام. حلو خالص. فيا جماعه ده هم كانوا بوليمرات كبيره، الكربوهيدرات اللايبيدات البروتينات. عايز تقول ايه يا دكتوره؟ عايز اقول لحضرتك ان كنت بقول لك زمان ان دول يا اولاد هي مركبات معقده التركيب. مركبات يا اولاد عضويه. معقده سهله. عضويه يعني ايه؟ يعني حضرتك فيها كربون وهيدروجين. خلاص. معقده تركيب، عضويه، عاليه الطاقه. يعني يا جماعه جواها طاقه. تقول لي يا دكتور يعني ايه عاليه الطاقه عشان برضه اكون فاهم؟ هقول لحضرتك انا بتعامل معاك على انك مش عارف اي حاجه في الاحياء، فركز معايا حبيبي. الطاقه ده اهي، يعني يا ولاد العمله اللي بنتكلم بيها في الخليه عمله مصر مثلا الجنيه، عمله السعوديه الريال، عمله مش عارف ايه الدينار، وهكذا. فحضرتك العمله بتاع الطاقه في الخليه اسمها الاي تي بي. ده يا جماعه اسمه ادينوزين ثلاثي الفوسفات. يعني يا ولاد مركب اسمه ادينوزين وفيه 3 مجموعات فوسفات، بي او 4 او بي او 4 بي او 4. طيب حضرتك ده اللي شايل الطاقه في الخليه. تقول لي يا دكتور فين الطاقه؟ اقول لك الطاقه يا دكتور بتنتج من كسر الروابط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو عايز طاقه من الاي تي بي هتروح تكسر لي الرابطه الصغننه ده اهي كده اهو كده اهو، بقى يا دكتور ينتج عندي حاجه اسمها اي دي بي. يعني حضرتك ادينوزين بقى داي يعني فيه 2 فوسفات زائد فوسفاته حره زائد طاقه. خلاص. حلو خالص. طب لو عايز تكون اي تي بي تعمل ايه؟ تجيب حضرتك الاي دي بي وتضيف له بي وتضيف له طاقه عشان تكون الرابطه يطلع لك اي تي بي. لما تحتاج الطاقه مره اخرى تكسر الاي تي بي تاخد الطاقه، وهكذا يا جماعه. فيا دكتور عايز تقول لي ان عمليه كسر الروابط بتنتج طاقه؟ تمام.
احبك. وعمليه تكوين الروابط بتستهلك طاقه. يا سلام، احبك قوي كمان. يبقى يا جماعه لو عايز اجيب طاقه من مركب، اكسر الرابط التساهميه. لو عايز يا جماعه استهلك طاقه، اكون رابط تساهمي. خلاص، حلو قوي الكلام ده، زي الفل يا دكتور. بص بقى يا سيدي، جه يا جماعه بقى قصه الهضم. يعني ايه الهضم بقى يا اولاد؟ قال لك حضرتك لسه قايل لك فوق ان دي الخلايا بتاعتنا يا اولاد، عشان تعمل اكسده وتطلع الطاقه تخزنها في الاي تي بي عشان تستخدمها بعد كده يا اولاد، لازم يعدلها مين؟ السلام عليك، جلوكوز. انا لسه قايل لك المفروض هتستهبل، جلوكوز. خلاص جماعه، الجلوكوز ده يا اولاد مونيمر، يعني حاجه صغننه. ها طيب بص بقى يا سيدي، هل انت تاخذ الجلوكوز جاهز؟ الاجابه لا. جماعه جلوكوز جاهز ده في محلول، واخد بالك؟ العيان اللي مش عارف يهضم، اللي عنده مشاكل، بنديله جلوكوز في محلول. لكن يا جماعه دي مش حياتنا. حضرتك لما تيجي تاكل الصبح مثلا بتقوم جايب طبق اهو، الطبق ده فيه ايه يا شباب؟ قال لك يا دكتور فيه فول ومعاه زيت حار، تمام؟ وطبعا معاهم 5 ترغيف ولا كام يا بقى؟ كام؟ 5 ترغيف، 5 ارغف. خلاص ركز بقى، قول لي بقى القنبله دي فيها ايه؟ تقول لي يا دكتور استنى، ده القنبله دي فيها 5 ترغيف، يعني كربوهيدرات، سكريات يعني او نشويات، وفول ده يا دكتور يعني بروتين، تمام؟ وزيت يعني يا اولاد ليبيدات، دهون. خلاص، فحضرتك الوجبه بتاع الصبح فيها كربوهيدرات، فيها بروتينات، فيها ليبيدات. السؤال هو، هل يا اولاد، ركز بقى في مربط الفرس، انا هبدا يا جماعه، هبدا في الدرس بتاع النهارده يا شباب. هل يا اولاد الخلايا بتاعتنا قادره تاخد الكربوهيدرات على طول كلها، تاخد العيش كله يخش جوه الخلايا بتاعتك عشان تصنع منه الطاقه، زي ما بتاخد الجلوكوز كده تاخد الكربوهيدرات كلها؟ تقول لي يا دكتور استنى، ده حضرتك الخلايا بتاعتي اصلا قطرها يا ولاد صغير جدا جدا، 6 مايكرومتر، صغير جدا جدا جدا، ما تقدرش تستوعب الكربوهيدرات كلها، لان يا دكتور ده بوليمر، مركب كبير حضرتك ما يعرفش يعدي من الخليه، لان حضرتك هنا غشاء بلازمي عباره عن طبقتين من الفوسفوليبيدات، بيعدي حاجات معينه وليه كباسيتي او ليه استيعاب، يعني لو زاد حجمه عن حاجه معينه ما يعديش، تمام؟ فحضرتك هي بتعدي الجزيئات الصغيره، الجلوكوز مثلا. وخلي بالك ده الجلوكوز كمان عشان يعدي ليه قصه في ثالثه ثانوي ان شاء الله بقى اقول لك الانسولين بقى والبوابه اللي اسمها جلوكوز ترانسبورتر تي 4 وحاجات كده يعني، فاهم؟ بيعدي يا جماعه الحاجات الصغيره، لكن الكبير يا ولاد ما تعديش، لا تعدي كربوهيدرات ولا تعدي بروتينات ولا تعدي ليبيدات. اذا يا جماعه المركبات العضويه الكبيره اللي هي البوليمرات اللي انا اصلا باخدها جاهزه في بقي، اللي باكلها جاهزه، اللي بتتصنع وباكلها جاهزه، او اللي بتتعمل مثلا في المطبخ وباكلها جاهزه، حضرتك خلاياك ما تقدرش تستفيد بيها الا بعد الهضم. يا نهار ابيض، من هنا يا جماعه جت قصه الهضم. تقول لي يا دكتور انت عمال تقول لي كل القصه دي عشان تقول لي في الاخر يعني ايه هضم؟ طبعا حضرتك لما اقول لك الهضم ان شاء الله دلوقتي هتبقى بقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا جدا، لانك عارف ان الاكل فيه كربوهيدرات وبروتينات وليبيدات. كل ما نروح مكان في الجهاز الهضمي هقول لحضرتك يلا بقى تعالى قول لي المعده بتهضم ايه؟ تقول لي يا دكتور استنى، المعده بتهضم البروتين. طب تعالى اقول لك بقك بقى بيهضم ايه؟ تقول لي يا دكتور استنى، بقي في انزيم اسمه الاميليز بيهضم الكربوهيدرات. طيب تعالى اقول لك الامعاء بتهضم ايه؟ تقول لي يا دكتور استنى، ده الامعاء بتهضم كل حاجه. ساعتها بقى تبقى عارف يعني ايه كربوهيدرات وليبيدات وبروتينات. انا يا جماعه بدات الدرس تمام، حلو خالص، بسم الله. يبقى يا شباب ايه المربط الفرس في القصه؟ ايه الكونسبت بتاع الهضم؟ كونسبت الهضم يا اولاد ان الحاجات اللي انا باكلها ما تقدرش تخش الخلايا بتاعتي، فمش هستفيد بيها، لان حضرتك الخلايا بتاعتك دي هي المصنع، لان يا دكتور دي وحده بنائك، فاي عمليه حيويه بتحصل فيك بتحصل في الخلايا بتاعتك. كلام محترم، كلام محترم جدا. فعشان حضرتك تدخل ماده جوه الخليه لازم تكون صغننه، لازم تكون يا اولاد مونيمر. هل انت تاكل مونيمرات؟ لا، انت تاكل بوليمرات. اذا وجب الهضم يا اولاد، لازم هضم عشان تحول حضرتك، ركز بقى معايا في التعريف، عشان تحول البوليمر الكبير معقد التركيب عالي الطاقه تحوله الى مونيمر بسيط التركيب تقدر تمتصه بسهوله، يقدر يخش دمك بسهوله ويخش خلاياك بسهوله، تمام؟ طيب جماعه دي وظيفه اسمها الهضم، حضرتك دي العمليه اللي بتحصل. طيب ركز بقى في اللي جاي. الجهاز اللي مسؤول عن الهضم حماده هلال اسمه الجهاز الهضمي. تشرب ايه؟ اشرب شاي، سهله خالص. شهداء 25 يناير ماتوا في احداث يناير، خلاص سهله خالص. يبقى يا جماعه الهضم ده اللي بيشتغل عليه
حاجه يا دكتور اسمها الدايجستيف سيستم يا ولاد، او الجهاز الهضمي. قبل ما اوريك العظمه اللي معايا النهارده هوريك حاجه تحفه جدا جدا يعني. تعال اقول لك كده يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم بالتفصيل يعني مكونات الجهاز الهضمي، لان قبل ما اقول لك ازاي بيهضم لازم تبقى عارف هو عباره عن ايه اصلا. تمام، 10 حاجات مهمين جدا يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بتاكل من بقك، فيا دكتور اول حاجه في الجهاز الهضمي هي الفم اهو، بلاعه شروقه اهو. تمام. طيب بعد ما تاكل بتمضغ بالاسنان، وركز في التفاصيل كويس. عندك حاجه اسمها قواطع، قواطع الانسايسورز اللي قدام دول قواطع. طيب عشان يقطعوا الاكل هتلاقي يقول لك كده القواطع لتقطيع الطعام. سلام. وعندك حاجه اسمها انياب، عشان حضرتك لو مش قادر تقطع الاكل تقوم جايبه كده كده، واخد بالك؟ فيا جماعه الانياب بتاعتنا الاربعه لتمزيق الطعام، واخد بالك؟ طيب بعد كده بعد ما تقطع بقى بتدخل الاكل جوه وتقلبه بلسانك واللعاب ينزل عليه وتمضغه بدروسك. فالدروس يا شباب تالت حاجه بقى في السنان، عشان ايه؟ عشان يا دكتور تطحن الطعام. يبقى يا جماعه القواطع لقطع الطعام، الانياب لتمزيق الطعام، والدروس يا شباب الدروس تمام لطحن الطعام. طيب فده بقك. بعد كده بتبلع، لسانك بيبلع، واخد بالك؟ لسانك بيقلب وسنانك تطحن وتبلع، ماشي؟ فحضرتك بتبلع بعد كده على مكان سموه سبحان الله سبحان الله قلب العوم. السلام، صعب قوي صح؟ طيب بعد البلعوم يا دكاتره خلي بالك بقى، البلعوم ده يا اولاد طريق مشترك، طريق مشترك بين مين ومين يا دكتور؟ هقول لحضرتك مشترك بين الحاجه اللي جايه من بقك والحاجه اللي جايه من مناخيرك. ايه اللي في مناخيرك؟ مش ده معفن، مش ده قصدي، على الهواء اللي بيعدي يعني. فيا جماعه البلعوم ده بيعدي الميه H2O اللي بتشربها، والفود الطعام اللي بتاكله، وكمان حضرتك بيعدي الهواء. تمام؟ ركز بقى. فعندك طريقين، طريق القصبة الهوائية، تمام؟ قصبة هوائية يا شباب، ومش قصتي خالص النهارده اهي. وعندك رئتين عشان ايه؟ تعمل ايه؟ نفس او تتنفس. بس مش قصتي النهارده القصبة الهوائية، يعني لسه جاي ان شاء الله بعد كده الجهاز التنفسي. لكن يا ولاد قصتي في عضو يا جماعة اسمه المريء. اسمه ايه؟ مريء او الاسوفيجس. اسوفاجس ماشي. قول كده اسوفاجس 10 مرات تعرف. مريء ماشي. ركز بقى، هذا المريء يا اولاد ده الانبوبه اللي بتاخد الاكل من البلعوم توصله لحد المطحنه، لحد الخلاط، لحد الخلاط اللي بيمسك الاكل يعصره ويعمله عصير. بيعمل الاكل يا ولاد عصير والله العظيم، بيسموه بالانجلش قايم. انا قلت لك النهارده استمتع، الدرس والله العظيم سهل، اقول لك على السبوره بكل بساطه، هنقراه مع بعض سهله خالص، بس استمتع بالعلم. خلاص. قيم او العصير، مين يا جماعه اللي بيعصر الاكل؟ مين اللي لما تاكل بيقعد مين ده؟ المعده صح. يبقى يا دكتور بعد كده المريء يا اولاد بيفتح يا شباب، خلي بالك هنا كده قلبك اهو. خلاص. فيا دكتور الفتحه بتاعه المريء على المعده يا شباب بهذا الشكل دي يا جماعه المعده بتاعتنا عامله كده يا اولاد. فحضرتك الوصله بين المريء والمعده فتحه كده، او عارف بيسموها سفنكتر او محبس، عشان تنزل الاكل وتقفل، تنزل الاكل وتقفل ما يرجعش تاني. خلاص. وهحكي لك القصه بتاعه الجرد او ارتجاع المريء، بس اتقل عليا واستمتع بس، يعني سيبني بس النهارده اتكلم براحتي، والله الدرس سهل، بس سيبني عشان خاطري امتعك. ماشي. دي يا جماعه المعده، مش محتاجه بقى كلام. استومك انت ماشي. ركز بقى. قال لك يا دكتور الفتحه اللي قصاد القلب يا اولاد يقول لك ايه؟ انت عشيقه فؤادي، او انت عشيقه فؤادي. فيا جماعه القلب بيسموه فؤاد. خلاص. فيا دكتور الفتحه اللي قصاد القلب يا اولاد بيسموها على اسم القلب فتحه الفؤاد. عارف انت، انا يعني عايز تحب دلوقتي صح؟ انت حسيت بحاجه؟ فتحه الفؤاد ماشي. طيب يبقى يا دكتور الفتحه او السفنكتر او المحبس اللي بين المريء وبين المعده اسمها فتحه الفؤاد. يبقى يا دكتور يعبر الاكل الزقم اللي بتبلعه او الكره اللي بتبلعها دي او الزلطه اللي انت زلطتها بتعدي من المريء لحد المعده عبر فتحه الفؤاد. ده كلام جميل جدا جدا جدا. طيب بعد كده حضرتك المعده دي بتعمل حاجات بقى وجواها قصه كده، وبتعصر الاكل وتعمله عصير وليله يعني. لا تنسى ان جواها حاجه مهمه جدا 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 اسمها ال HCl او العصاره المعديه، هنجيلها بالتفصيل. تمام. بص يا سيدي، بعد كده يا ولاد عندي
الامعاء. وركز كويس خالص خالص خالص. قال لك يا دكتور الامعاء بادئ بحاجه اسمها الديودينم او الاثنى عشر. الاثنى عشر، خلينا ايه نعملها كده يعني خط واحد عشان يبقى رسمها سهل. يعني اسمها ايه يا دكتور؟ قال لك حضرتك اسمها الاثنى عشر. الاثنى عشر او الديودينم دي يا جماعه بدايه الامعاء. بعد كده ولاد حاجه اسمها اللفائفي او الجيجنم. اسمه جيجنم. قولها كده جيجنم. خلاص. اللفائفي يا ولاد ده حضرتك انبوبه طويله خالص 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 يعني بالامتار. تمام لحد ما تخلص. ماشي. بعد كده يا ولاد بعد ما تخلص الامعاء الدقيقه دي يا جماعه اسمها الامعاء الدقيقه. الدقيقه عباره عن 3 حاجات بشكل اساسي. الديودينم ده الاثنى عشر ده، واللفائفي ده اللي هو الجيجنم، حاجه في الاخر خلاص اسمها الاليم. بس مش قصتك يعني، اسمها امعاء دقيقه وخلاص يا اسطى. الكلام ده ان شاء الله بقى لما تخش طب تلاقيك بتفتكرني يعني بالكلام ده. خلاص. طيب بعد كده يا دكاتره هتلاقي حضرتك الامعاء الدقيقه بتكمل مع حاجه اسمها القولون. عارفه؟ الامعاء الغليظه حضرتك هتلاقي حاجه اسمها الاسندنج كولون او القولون الصاعد، والترانسفيرس كولون او القولون المستعرض، والديسندنج كولون او القولون الهابط. ثم يا ولاد بعد كده نيجي نهو على حاجه اسمها المستقيم اهو. المستقيم اهو. ثم يا جماعه فتحه الشرج. خلاص. حلو قوي. ملاحظ حاجه؟ ملاحظ حضرتك ان احنا بدانا الجهاز الهضمي بتاعنا بفتحه ونهيناه بفتحه، مفيش حاجه فاصله بينهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك الجهاز الهضمي كله يا ولاد هو عباره عن انبوبه متصله. انبوبه متصله ببعضها. لو شرحت الجثه وطلعت الجهاز الهضمي على بعضه هيطلع على بعضه من البق لحد الشرج. بس عايز ايه؟ حد بيشرح معلم يعني. فلو قلت لك بقى صح ولا غلط، عشان بس الكلام ده يا جماعه مهم في ثالثه ثانوي ان شاء الله في شابتر 4 في المناعه، هقول لك ايه راي حضرتك. هو الجهاز الهضمي ده عباره عن وحده تشريحيه واحده. يعني حضرتك لو شرحته يطلع على بعضه العباره صحيحه. طيب ركز معايا. عباره عن وحده وظيفيه واحده. ايوه يا دكتور برضه صح. ليه يا جماعه؟ وحده تشريحيه ده يعني لو شرحته يطلع معاك كله على بعضه. طب وحده وظيفيه يعني ايه؟ اقول لحضرتك سهله برضه. حضرتك وحده وظيفيه دي يعني كله بيعمل نفس الوظيفه، الهضم. خلاص. يبقى يا جماعه الجهاز الهضمي بتاعنا معلومه كده على السريع عشان بس ثالث ثانوي ان شاء الله. وحده تشريحيه واحده العباره صحيحه، وحده وظيفيه واحده العباره صحيحه. طيب بص بقى يا سيدي، حضرتك دي مكونات الجهاز الهضمي بتاعك. ماشي. ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور؟ ركز معايا كويس. تعال نجيب طبق الفول اللي احنا كلناه من شويتين. يلا بسم الله. ادي يا دكتور طبق الفول. خلاص. في يا جماعه فول اللي هو ايه؟ اللي هو يا دكتور بروتين. خلاص. لحمه مش زي اللحمه بس هو بروتين، يعني بروتين نباتي. خلاص. في عندك بروتين نباتي بروتين حيواني. الفول ده بروتين نباتي، اللحمه بروتين حيواني. خلاص. طيب عند حضرتك يا دكتور الفول ده عايم في الزيت الحار. خلاص. مفيش فول من غير زيت او سمنه يعني. يبقى يا دكتور عندي حاجه اسمها دهون، زيوت يعني، او ليبيدات. تمام. طيب بعد كده يا ولاد هناكل طبعا ايه؟ بالعيش 5 ترغيف. يبقى يا دكتور دي كربوهيدرات. اذا يا جماعه اقل اكله لينا المفروض فيها كل حاجه، كربوهيدرات وليبيدات وبروتينات. ماشي. في حاجات تانية بقى بس مش قصتنا يعني دلوقتي، احنا هنتكلم في الهضم بشكل اساسي. بص يا ولاد، اول حاجه صلي بينا على النبي كده. حضرتك محطات الهضم، ركز معايا، محطات الهضم في الجهاز الهضمي هم دول. اولا بقك. يبدا الهضم في الفم. على جنب. يبدا الهضم في الفم. طيب بلعومك ما فيهوش هضم، مريئك ما فيهوش هضم، معدتك فيها هضم. تمام. امعائك الدقيقه الاثنى عشر واللي بعده اللفائفي فيها هضم. امعائك الغليظه ما فيهاش هضم. مستقيمك والشرج بتاعك ده للاخراج. تاني فين يا دكتور الهضم؟ بقك، معدتك، امعائك، ده الهضم يا جماعه. طيب تقول لي يا دكتور انا اكلت 3 حاجات بشكل اساسي. كلت يا باشا كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات. لو قلت لي كل حاجه بتتهضم فين الدرس خلص. تاني لو قلنا يا جماعه كل حاجه من دول بتتهضم فين الدرس خلص. تعال بسم الله. اولا يا دكتور الكربوهيدرات يا اولاد، لا نجيب نفس اللون بس عشان ايه تبقى انت كده مربط ومستمتع يعني. لا مش ده. ادي يا دكتور الكربوهيدرات. ماشي. بص بقى يا سيدي، كربوهيدراتك بتتهضم يا دكتور في البق اول حاجه في الفم، وبينتهي هضمها في الامعاء. خلاص. عن طريق، ركز بقى، انزيم. هقول لك على انزيم متقلقش. انزيم يا جماعه اسمه الاميليز. اسمه ايه؟
اميليز. اسمه ايه؟ اميليز. اسمه ايه؟ اميليز. طيب لو قلنا يا جماعه الاميليز اللي في الفم اسمه اميليز لعابي، عندك مشكله؟ خالص. ما هو يا دكتور الحاجه اللي في بقي اللي بتدوب الاكل اسمها اللعاب. ده مش حاجه مقرفه يا اولاد، ده دي مهمه جدا، فيها انزيم الاميليز اللي بيهضم الكربوهيدرات في بقك لمالتوز. استنى يا دكتور، بيهضمها لايه؟ لمالتوز. يبقى يا دكتور يتم هضم الكربوهيدرات في الفم عن طريق الاميليز اللعابي الى سكر مالتوز. السؤال يا اولاد، هل كده يا جماعه هنحتاج او هل المالتوز ده يخش الخلايا على طول؟ اقول لك لا، لان المالتوز زي ما قلت لحضرتك فوق، شفت بقى كنت بقول لك الكلام ده ليه؟ ده يا دكتور عباره عن سكر ثنائي، عباره يا دكتور عن 2 جلوكوز سكر الشعير، فعشان تمتصه لازم تكسر المالتوز تاني. اقول لك بقى كتر خير بقك اصلا ان هو بدا يهضم الكربوهيدرات. حضرتك المالتوز ده بيتهضم تاني، ركز بقى، في الامعاء يا اولاد بواسطه انزيم اسمه انزيم المالتيز. ركز معايا بقى الله يكرمك، عشان بس القاعده ايه نثبتها يا جماعه في اي حته في الاحياء. لما اقول لك كلمه ايز غالبا يا اولاد يعني بيكسر. لما اقول لك مثلا حاجه اسمها اسيتايلكولين وحاجه اسمها كولينستريز، كولينستريز ده بيكسر الاسيتايلكولين. عندك مثلا حاجه اسمها مالتوز ده سكر الشعير، خلاص. في بقى حاجه اسمها مالتيز ده يا دكتور اللي بيكسره، ده يا دكتور اللي بيهضمه. طب لما اقول لك حاجه اسمها السكروز سكر القصب، لما اقول لك بقى السكريز ده يا دكتور اللي بيهضمه، ده اللي بيكسر السكروز لجلوكوز وفركتوز. طبعا عندك حاجه اسمها احنا قلنا مالتوز وقلنا سكروز وقلنا اللهم صل على محمد اللاكتوز. اللاكتوز يا ولاد بيتكسر لجلوكوز وجلاكتوز، صح كده؟ اللي بيكسره اسمه لاكتيز. يبقى يا جماعه السكريات الثنائيه يا ولاد ليها انزيمات بتكسرها مخصوص. اللاكتوز بيكسره لاكتيز، المالتوز بيكسره مالتيز، السكروز بيكسره السكريز. يعني خلي السكروز ايز، خلي المالتوز ايز. فاهم انت القصه دي؟ خلي اللاكتوز ايز يبقى لاكتوز لاكتيز، واخد بالك؟ دي الفكره يا جماعه. طيب ركز معايا. يبقى يا جماعه الكربوهيدرات يا ولاد بتتهضم في البق وفي الامعاء، خد بالك ما جبتلكش سيره المعده، خلاص. طيب حضرتك اللي بيهضم الكربوهيدرات انزيم اسمه اميليز، واخد بالك؟ بيهضمها الى سكريات ثنائيه، بيحول النشا. انت بتاكل عيش بتاكل نشا يعني سكر معقد، واخد بالك؟ لسه قايلك فوق يعني جلوكوزات كتير، لا هو بيكسرها شويه، بيخليها بدل الجلوكوزات كتير 2 جلوكوز بس، يعني يا دكتور بيخليها سكر مالتوز. تمام، حلو قوي. بس خد بالك المالتوز ده لسه هيتكمل عليه هضم فين؟ في الامعاء. ازاي؟ بالمالتيز. تمام، حلو خالص. طيب لو قلت لك بقى ان الامعاء كمان لو عدى مثلا حبه نشا ما تهضموش في البق، واكيد هيحصل كده لانك حضرتك بتاكل بسرعه وعمال بتبلع على طول الرز صاحي وكل حاجه تمام، فانت اصلا ما بتمضغش. في عصر الفاست فود بتاكل بسرعه ما بتمضغش. المضغ حلو جدا يا ولاد، لان حضرتك لما تمضغ كويس بتكسر الكربوهيدرات اللي في بقك او النشا اللي في بقك، تمام، الى سكر ثنائي، يبقى هضمه اسهل، واخد بالك؟ طيب لو قلت لك ان في اميليز برضو موجود يا ولاد في الامعاء، يبقى يا دكتور اسمه ايه؟ قال لك يا دكتور اسمه اميليز بس بنكرياسي. ليه؟ لانه حضرتك جاي من البنكرياس، هقول لك يعني الكلام ده دلوقتي. تمام، حلو خالص. ده يا ولاد بالنسبه للكربوهيدرات. طيب ايه راي حضرتك لو قلت لك انك كلت سكر سكروز، عايز تهضمه ازاي؟ تقول لي يا دكتور اي سكر ثنائي، ثبتها عندك، اي سكر ثنائي يهضم في الامعاء عن طريق عصاره اسمها عصاره معويه. المالتوز يهضم بالمالتيز، السكروز يهضم بالسكريز، اللاكتوز يهضم باللاكتيز. طيب سؤال بقى يا جماعه، انزيم المالتيز يكسر المالتوز اليه ايه؟ يا سلام، بس كده. ما المالتوز ده كان 2 جلوكوز، يبقى المالتيز هيكسره لجلوكوز وجلوكوز. طيب انزيم السكريز يكسر السكروز اليه ايه؟ يا دكتور سهله، السكروز هو اصلا عباره عن جلوكوز وفركتوز، فالسكريز يكسره لجلوكوز وفركتوز بس خلاص. طب اللاكتوز يتكسر لايه باللاكتيز؟ تقول لي يا دكتور اللاكتيز الانزيم ده يكسر اللاكتوز الى جلوكوز وجلاكتوز. تمام، حلو خالص زي الفل. ماشي، ده يا جماعه الكربوهيدرات. بص بقى يا سيدي، ده العيش. طب انت اكلت بقى فول بروتين، قال لك استنى بقى لان البروتين ده قصته قصه. البروتين يا ولاد خلاص بقى مش في البق، لان البق ده صعب عليه البروتين شويه. يهضم يا جماعه البروتين، يهضم البروتين ب او في المعده، خلاص، والامعاء. يهضم البروتين في المعده والامعاء. ركز بقى، الانزيم اللي بيهضم البروتين في المعده، انت وانت بتاكل كده اكله مدهنه او اكله تقيله بتجيب معاها ايه؟ كان اسمه ايه؟ بيبسي. يعني ايه بيبسي؟ بيبسي يا اولاد جاي من اسم الانزيم المعدي اللي اسمه بيبسين. اسمه ايه؟ بيبسين. جماعه مسمين بيبسي على اسم البيبسين، لان حضرتك الانزيم اللي بيهضم البروتين في المعده اسمه بيبسين. سهله؟ طيب تعال، حضرتك الانزيم اللي بيهضم البروتين في الامعاء اسمه يا اولاد تريبسين.
تريبسين. خد بالك انا لسه هلم بكل ده، انا بس ايه بلعب معاك، واخد بالك. يبقى دكتور اسمه تريبسين، ده اللي بيهضم مواد البروتين في الامعاء. يبقى يا دكتور يتم هضم البروتين عن طريق البيبسين في المعده والتريبسين في الامعاء. تاني، البروتين يهضم بالبيبسين والتريبسين بس، خلاص تمام. طيب حلو قوي. فاضل مين؟ فاضل يا دكتوره الليبيدات. دي يا جماعه بقى قصتها قصه، لان دي صعبه يعني. الدهن يا اولاد وحشه خالص في الهضم، وحشه خالص يعني، صعبه. حتى لما تاكل اكله من هنا يجي لك تلبك معوي، مش قادر تهضم، تقعد بقى تاخد تبلبع ادويه. تمام. الليبيدات تهضم في الامعاء بس. تمام. طيب لو قلت لك الليبيدات بتتكسر في الامعاء بانزيم اسمه انزيم اللايبيز. اسمه ايه؟ ليبيدات بس خلاص سهل، خلاص سهل. بس يا جماعه اللايبيز ده ما يشتغلش لوحده، لازم يساعده ناس. مين اللي هيساعده؟ قال لك يا دكتور اللي هيساعده البنكرياس والكبد. ايه ده يا دكتور؟ انا ما اعرفش حاجه اسمها بنكرياس ولا اعرف حاجه اسمها كبد. بص يا سيدي حضرتك، هاخد حته كده يا اولاد من الرسمه ده هي كده اهو، ماشي؟ هاخدها كده، ماشي؟ هعمل بقى عليها ايه؟ هرسمها لك تاني. ادي يا دكتور المريء، وادي يا اولاد المعده. تمام. حضرتك المعده في الشمال، ماشي؟ المريء في النص، المعده في الشمال، هو نازل عليها كده، المعده في الشمال. حتى لما تاكل اول حته بتتملي هي دي كده، المعده كده، فم المعده هنا كده يا جماعه. تمام، حلو. في اليمين بقى يا اولاد، في اليمين هنا كده تحت ضلوعك على طول، الليفر، الكبد. الكبد يا ولاد، ده هو مش مثلث قوي كده، انا كنت راسمه صح. الكبد عامل كده يا ولاد. هذا الكبد يا شباب له وظائف كتير. اولا مثلا ان هو بيشيل السموم من جسمك، بيكسر السموم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حمار بينها. طيب تاني حاجه يا دكتوره، فاكر لما كنت بقول لك ان جسم الحيوان بيخزن الجلوكوز الزياده على صوره جلايكوجين؟ عاش. يبقى يا دكتور الجلايكوجين مخزن في الكبد والعضلات. يبقى يا دكتور الكبد ده بيشيل السموم، بيخزن الجلايكوجين. الكلام ده كله مهم ليك جدا في ثالثه ان شاء الله. يبقى يا دكتور الكبد ده بيكسر السموم وبيخزن الجلايكوجين. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور بيطلع حاجه مهمه جدا 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 جدا، اسمها يا دكتور العصاره الصفراويه. يا صفرا تعشرب بيبس، بتشربي بيبسي يا صفرا عشان تهضمي. يبقى يا دكتور الكبد بيطلع حاجه عصاره اسمها العصاره الصفراويه. وركز معايا عشان هقول لك على حاجه ماما بتقولها لك كتير خالص، كلكم فقعتوها لماما. بص يا سيدي حضرتك، ده الكبد بتاعك، في يا اولاد قنوات نازله من الكبد كده اهو، اسمها يا جماعه القنوات المراريه. اسمها ايه؟ قنوات مراريه. اسمها ايه؟ قنوات مراريه. ركز معايا، ركز معايا. حضرتك القنوات المراريه بتخرج من الكبد حاجه اسمها العصاره الصفراويه يا صفرة 10 ببيبس. تمام. بعد كده يا جماعه بتخزن العصاره الصفراويه في حاجه اسمها الجول بلادر او المراره. اللي بيذبح يا جماعه في العيد الجزار بيشيل المراره دي يرميها لانها بتبقى مره. هي العصاره الصفراويه كده يا شباب. يبقى يا شباب يتم تخزين العصاره الصفراويه في حاجه اسمها المراره. تمام. طب يا دكتور القصه اصلا بتاع العصاره الصفراويه هقول لحضرتك. بص يا سيدي جماعه، المعده على الشمال، الكبد على اليمين يا ولاد. وراهم هنشوفها دلوقتي ان شاء الله في العظمه اللي هتيجي بعد كده في ال3 دي. وراهم يا ولاد في حاجه اسمها دكتور البنكرياس او البنكرياس. عامل كده يا ولاد، عامل كده بعرض بطنك كده. تمام. البنكرياس ده يا ولاد اللي بيطلع حاجات مهمه جدا 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 زي الانسولين مثلا، اللي بيقلل السكر في الجسم. لو البنكرياس ده باظ يصاب الشخص بمرض السكر، سكره يعلى. تمام. مش قصتنا دلوقتي عشان بس ما اطولش عليكم قوي. تمام. طيب بص يا سيدي، البنكرياس يا ولاد بيخرج حاجه اسمها العصاره. البنكرياس بيخرج عصاره، اكيد مش محموديه مثلا او مش محمديه، بنكرياسيه. بنكرياسيه. بس يا سيدي، بس يا سيدي بص بقى، شايف حضرتك القنوات الصفراويه؟ بس ركز معايا الكلام ده مهم خالص. قال لك يا دكتور القناه الصفراويه ده ايه؟ بس يا ولاد نقلته لتحت شويه عشان بس يكون ايه في مكانه الصحيح. ماشي؟ ده يا جماعه البنكرياس. بص بقى يا سيدي اللي بيحصل، هكمل لك بس الرسمه بتاعه الامعاء. حضرتك ده كده الاثنى عشر، الاثنى عشر اهو، صح كده؟ حلو خالص. اللي بيكمل كده امعاء. تمام. بص بقى يا دكتور اللي بيحصل، بص حضرتك كده، دي يا دكتور القناه المراريه الاساسيه، تنزل كده يا ولاد تعدي فوق الاثنى عشر بهذا الشكل. تمام. تخش على البنكرياس. ليه بقى؟ لان حضرتك البنكرياس بيخرج منه عصاره بنكرياسيه في قناه.
فالقناه بتاعه العصاره الصفراويه اللي جايه من الكبد تقابل القناه بتاع العصاره الصفراويه اللي جايه من، او بتاع العصاره البنكرياسيه سوري اللي جايه من البنكرياس، ونظرة فابتسامة فمحبة فود فالتحام، يلتحموا يا جماعة مع بعض عشان يكونوا قناة واحدة تعدي يا ولاد تصب في قلب الأمعاء. حاجة مهمة جدا جدا جدا، مش حاجة واحدة، ده حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ انت عبيط يالا، انت عبيط يالا، ما هي اللي جاي من الكبد جايب العصارة الصفراوية واللي جاي من البنكرياس جايب العصارة البنكرياسية، يبقى هصب ايه في قلب الأمعاء؟ يبقى يا دكتور يتم صب في قلب الأمعاء من القناة اللي جايه من البنكرياس حاجتين، العصارة الصفراء اللي جايه من الكبد والعصارة البنكرياسية اللي جايه من البنكرياس، والاتنين بيساهموا في هضم الدهون. بقى لما اقول لحضرتك ان شاء الله في الدرس العصاره الصفراويه، ما انت عارف هي جايه منين وعارف هي بتعمل ايه، بتساهم في هضم الدهون. ولما اقول لحضرتك العصاره البنكرياسيه، ما انت عارف هي جايه منين، جايه من البنكرياس وعارف بتتصب في الامعاء ازاي. القصه دي يا شباب مهمه جدا 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 جدا، الرسمه دي مهمه جدا جدا في حياتك. خلاص حلو خالص. طيب يبقى يا اولاد ده بالنسبه للكبد والبنكرياس، عشان لما اقول لحضرتك ان الليبيدات بيساعد في هضمها الكبد والبنكرياس مش عندك مشكله. خلاص حلو خالص الكلام ده، ماشي يا دكتور. بعد كده يا اولاد بنكمل الامعاء عادي جدا، اللفائفي والمستقيم والشرج وخلاص. تمام، ده يا جماعه بالنسبه لي المقدمه الجميله اللي انا عاوز اتكلم فيها. يلا بينا يا دكاتره نشوف بقى حاجه كده من الخيال، انا شفتها اتوهمت والله العظيم، عشان تعرف يعني ايه جهاز هضمي بقى وتتخيل الموضوع. انت لسه برضو مش متخيل قوي، انا عارف انك الحمد لله فاهم، بس لازم تتخيل اكتر واكتر واكتر. بص يا سيدي، صلي بينا على النبي، تعالى. ده يا شباب فيديو انيميشن تحفه عن الجهاز الهضمي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نشغل كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا دكتور هيومن دايجستيف سيستم. بص حضرتك عمل ايه؟ انت اهو بس بصينا عليك من ورا، لا مؤاخذه يعني من عند الحوض بتاعك من ورا كده بصينا عليك، بص كده عشان بس يوريك ايه اللي بيحصل. ده يا جماعه شايفين يا ولاد؟ يعني اهو من الاول بقى كده، يلا بسم الله خليك مركز اهو. ده انت من قدام دايجستيف سيستم الجهاز الهضمي، يلا لف يا عم الحاج، لف الولد ده، لف لف لف. شايف اللي تحت ده المستقيم اهو اللي هو عليه علامه ده، والشرج تحت خالص. تمام. طيب ركز معايا، كنت لسه بقول لك عندك حاجه اسمها القولون الصاعد ده يا ولاد، والمستعرض والهابط. طيب امال يا دكتور اللي في النص ده يا جماعه اللفائفي او الامعاء الدقيقه. طيب تعالى، ده يا ولاد البنكرياس، شفتوه لسه بقول لك البنكرياس موجود في ظهرك، يعني مش في ظهرك قوي بس ورا المعده والكبد. ده يا جماعه البنكرياس، شفتوه اهو، ده البنكرياس يا ولاد اهو. طيب كمل. مستمتع صح؟ جميل يا جماعه. بصوا يا ولاد مين الكبير ده؟ كبده اهي، الكبده باينه خلاص اهي زي الكبده بتاع البقره بالظبط، عادي يعني ايه المشكله؟ فيا دكتور ده الكبد اهو، ماشي الليفر الكبد. طيب مين ده يا جماعه؟ المريء او الاسوفاجس. بص بقى يا سيدي، مين دول يا ولاد؟ اللي مشاور عليهم دول يا شباب يا احباب حاجه اسمها الغدد اللعابيه. دول يا جماعه اللي بيفرزوا اللعاب. اين الغدد اللعابيه؟ عند حضرتك ثلاثه مجموعات من الغدد اللعابيه. اولا يا ولاد الغدد اللعابيه على الفك هنا كده اسمها الباروتيد، الكبيره دي يا شباب اللي قدام حضراتكم الكبيره دي هنا كده على الفك كده اهي باينه قدامك اهي. تمام. دي يا جماعه اي غده لعابيه يا ولاد بتفتح بقناه في قلب بقك عشان تصب اللعاب بس مش اكتر. يبقى حضرتك اللعاب اللي في بقك ده اللي انت بتتف وبتقرف منه جاي منين؟ مش المخاط يالا اللي في مناخيرك، لا هقول لك دلوقتي المخاط ده يعني ايه. بس اللعاب حضرتك دي الميه اللي في بقك، السلايفا اللي فيها انزيم اسمه اميليز لعابي اللي في قلب بقك عشان تهضم الكربوهيدرات في بقك. جايه منين؟ من غدد لعابيه اهي على الفك يا جماعه، وتحت اللسان وتحت الفك اسمها باروتيد، سبلينجوال تحت اللسان، سبمانديبولار تحت الفك. بص حضرتك اهو، بص يا ولاد ادي يا دكتور اول مجموعه اهي اللي اسمها الباروتيد، بعد كده يا جماعه اللي شاور عليها الثانيه دي او اللي تحت اللسان دي، وبعد كده اللي تحت الفك. خلاص طيب بص يا سيدي، انت اكلت عملت ايه يا عم الحاج بقى؟ بص يا سيدي، اول حاجه يا دكتور القواطع تقطع قدام تاخد الزقم، والانياب تمزق، والضروس تطحن. شوف بقى اللي بيحصل حضرتك. مين بقى في بقك؟ قال لك يا دكتور اللي في بقك الاميليز اللعابي. بيعمل ايه يا ولاد؟ البنفسجي ده شباب الاميليز خلاص، والكبيره دي الكربوهيدرات نشا مثلا. تمام. انت اكلت عيش هتعمل ايه بقى؟ بص الانزيم يا ولاد بيعمل ايه؟ هقول لك يعني ايه انزيم ان شاء الله كمان شويه، بس شوف بس بيعمل ايه. يقوم يا جماعه داخل جوه الكربوهيدرات بوم مفتتها. تمام. طيب بوم كمان مره مفتتها، يفككوا يا ولاد الى سكر ملتوز. بعد كده حضرتك تبلع تزلط الزلطه الجميله. طب زلط دخل على فين بقى؟ دخل يا دكتور على حاجه اسمها المريء. يقعد يا جماعه المريء، شايفين يا ولاد يعني بصوا المريء عمل ايه؟ عمال كده 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 كده. ليه؟ عشان هو اللي يبلع، حضرتك بتبلع لحد جزء هنا بس، هو بيكمل بقى. تمام؟ حلو خالص. بص يا دكتور، ده يا جماعه طبقات المريء يا اولاد. في عضلات حضرتك علشان
تقعد تكبس على الاكل تكبس على الاكل لحد ما ينزل عند فين؟ عند المعده. ده بيشرح لك طبقات المريء، مش عليكم يعني الكلام ده كله صعب يعني، ده ان شاء الله في الهيستولوجي في طب توديك ادفنتيشيا وستراتم سيركولار والحاجات دي كلها مش مشكله يعني. لامينا ماسكولار. المهم بس تعرف ان الطبقتين اللي برضه الولاد هم طبقتين من الماسلز او العضلات. تمام اهو هشاور لك عليهم دلوقتي. هم دول يا شباب، دول يا ولاد اللي من ورا دول هم اللي بيعصروا الاكل عشان ينزل لحد المعده. اسمها يا شباب الحركه، ركز معايا بصوا دي اسمها يا جماعه الحركه الدوديه، اكنه دوده يا شباب، اسمها الحركه الدوديه. يبقى فسر يقوم المريء بعمل حركه دوديه. تقول له يا دكتور لكي يدفع الطعام، بص الاكل اللي نزل لكي يدفع الطعام الى المعده. طيب الحمد لله، شيل الكبد كده، اعمل حاج مشي الكبد، بص لي على المعده بقى. شايف حضرتك الفتحه اللي اسمها فتحه الفؤاد اللي جنب قلبك؟ بص بقى حضرتك كده، دي يا جماعه اجزاء المعده، مش مشكله يعني مش عليكم. بصوا بقى يا دكتور، الوصله يا اولاد بين المريء والمعده دي يا جماعه اللي اسمها فتحه الفؤاد. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، يلا يا سيدي وريني بقى من جوه ايه اللي بيحصل. دي يا جماعه طبقات المعده. المعده بتاعت الراجل ده عضو، فهو عباره عن انسجه، في انسجه عضليه، في انسجه بتفرز المخاط وهكذا، انسجه غضيه والكلام ده كله. دي يا جماعه المعده. طيب خش جواها بقى، جوه التجويف، هو كيس يا اولاد، المعده ده كيس، تمام؟ يلا نخش جوه، هنلاقي ايه؟ بص يا سيدي حضرتك هتلاقي جوه المعده غشاء يا اولاد جوه المعده بيطلع عصاره. هذه العصاره اسمها عصاره معديه، فيها ميه او عباره عن ميه بشكل اساسي، و HCl حمض الهيدروكلوريك، تركيزه يا جماعه البي اتش بتاعه 1.5 ل 2.5. تمام حلو خالص. وكمان يا اولاد انزيم اسمه انزيم البيبسين اللي بيهضم البروتين في المعده اللي قلت لك عليه. طيب بص يا سيدي حضرتك شايف اللي بيطلع ده HCl اهو، HCl اهو، HCl اهو. وبصوا يا اولاد اللي طلع الاول يا شباب، ركزوا معايا كده، ده يا جماعه المخاط. ليه بقى يا شباب؟ الله سبحانه وتعالى يا شباب خلق ال HCl في المعده، وال HCl يا اولاد لو طلع على نسيج حي يحرقه. حضرتك لو جبت على ايدك ميه نار تحرقها، لو جبت على ايدك HCl مركز، لان البي اتش بتاعته من 1.5 ل 2.5 عالي جدا، يعني حموضته عاليه جدا، لو انت شربته او كلته او حطيته على ايدك مثلا يحرقها. فازاي مش بيحرق معدتك؟ قال لك معدتنا يا جماعه من جوه مغطاه بحاجه اسمها يا اولاد المخاط. ليه؟ عشان يحميها ويحفظها من ال HCl ده المخاط يا اولاد، بيطلع قبل ال HCl اصلا، عشان لما يطلع ال HCl ما ياثرش على معدتك. سبحان الله. طيب ده ال HCl يا اولاد طلع بعد المخاط، خلي بالك ماشي. فاللي بيحمي جدار معدتك، اللي بيحمي جدار معدتك من ال HCl هو المخاط المبطن ليها، تمام؟ او الغشاء المخاط المبطن ليها. طيب دي يا جماعه المعده اهي. هيبص لك بقى على بص بقى، بقول لك يا دكتور ان احنا اصلا يا اولاد بنفرز في اليوم من 1 ل 2 لتر يا جماعه HCl او عصير معد يعني بيطلع في اليوم عشان يهضم الاكل بتاعك. سبحان الله كتير خالص. بص يا سيدي بقى داخل فين بقى؟ شايف اللي حصل؟ مين اللي فوق ده؟ المريء. مين اللي احنا فيها؟ احنا يا جماعه كده قاعدين في المعده، يعني تخيل نفسك كده قاعد جواه، انا قاعد في المعده اهو. شوف بقى المنظر المقرف اللي هيحصل ده، بيحصل فينا كلنا يا شباب. ده يا جماعه سفنكتر او محبس يا ولاد، اسمها فتحه الفؤاد. بص يا سيدي هيحصل ايه؟ بص تفتح تنزل المصلحه وتقفل تاني. بص ده مش حاجه قلل، ده مش اللي في دماغك، ده دي فتحه الفؤاد اللي في قلب المعده، وده مش حاجه وحشه، ده الاكل اللي انت لسه بلعه عادي جدا. تمام؟ طيب اهو عادي جدا، هو شكله كده، انت بتبلعه كده يعني، انت لما تمضغ كده بتلاقي الاكل شكله كده. تمام؟ نزل فين بقى؟ في قلب الخلاط، في قلب العصير. يقوم نازل يا جماعه مع العصير بتاع المعده HCl وبيبسين ومش عارف ايه وكل الكلام الجميل ده، تقوم طحناه. بص اللي هيحصل يا دكتور حضرتك، HCl يا اولاد اللي في المعده ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ بيساعد يا جماعه في عصر الطعام. وحضرتك لما تعصر الطعام الاكل يا اولاد بيخرج من المعده في شكل عصير، ما بينزلش اكل كده في الامعاء، لا بينزل في شكل عصير بيسموها قايم عصير. قال لك يا دكتور البكتيريا اللي حضرتك بتبلعها مع الاكل، لو انت مثلا واكل من عند زيزو نتانا مثلا او حمو بقلشه، هتلاقي حضرتك الاكل اللي انت واكله ده فيه بكتيريا بالعبط، فيه بكتيريا بالهبل. تمام؟ فالبكتيريا اللي بالهبل دي اللي بيقتلها في قلب معدتك هو ال HCl. تمام؟ اذا ال HCl ده بيحمي معدتك من البكتيريا. طيب غير البكتيريا يا عم الحاج بيساهم في هضم الطعام. طيب شايفين يا ولاد HCl اللي جه على ده بوم فرقعها، عمل ايه؟ حرفيا بيحصل كده يا ولاد. سبحان الله. طيب تعالى يا دكتور بقى على البيبسين. قال لك يا دكتور حضرتك البيبسين اللي بيهضم الاكل او اللي بيهضم البروتين جوه معدتك بيطلع يا ولاد من المعده حاجه اسمها برو انزيم، يعني ما قبل الانزيم. بيطلع يا جماعه انزيم غير نشط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حضرتك بيطلع اسمه بيبسينوجين. يبقى ما هو البيبسينوجين؟ البيبسينوجين هو عباره عن بيبسين بس لسه ما اتنشطش.
لسه ما اشتغلش، اسمه يا جماعه بيبسينوجين. تمام؟ لما يجي يشتغل بيتحول لبيبسين. اذا البيبسينوجين يهضم؟ لا، اللي يهضم ده البيبسين، لان حضرتك البيبسينوجين ده مش نشط، اما النشط ده البيبسين. كويس. مين يا جماعه يحول البيبسينوجين لبيبسين؟ قال لك اللي بيحول بيبسينوجين لبيبسين يا شباب الا وهو الاتش سي ال. اذا اتش سي ال يا اولاد بيقتل بكتيريا، يساهم في عصر وهضم الطعام. ثالث حاجه يا شباب بيحول البيبسينوجين الى بيبسين. خلاص، حلو قوي. طيب بص يا سيدي اهو، جه يا جماعه على الاكل. تمام؟ بيبسين يا ولاد بيجي على البروتين، على اللحمه. قلت لحضرتك ان اللحمه اصلا بتتهضم في قلب المعده، فحضرتك بيجي على البروتين اللي في المعده ده يكسره لحاجه اسمها عديدات بيبتايد. بيقول لك كمان ان حضرتك لو اخدت في الاكل بتاعك فيتامين ب 12، فيتامين بي 12 مهم جدا 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 في حاجات كتير خالص. قال لك معدتك بتطلع، ده مش عندك بقى، دي حاجه بره المنهج يا ولاد، حاجه اسمها انترنسك فاكتور، او حاجه بتطلع من المعده تمسك في فيتامين بي 12 ده وتساعد على امتصاصه في الامعاء. يعني يا جماعه بدون الانترنسك فاكتور ده، او الفاكتور او الحاجه اللي بتطلع من المعده تتحط وتمسك في فيتامين بي 12، لا يتم امتصاص فيتامين بي 12 ده في قلب الامعاء. خلاص؟ فدي حاجه سبحان الله يعني. طيب مش قصتنا يعني يا جماعه، مش عندنا اصلا بي 12، بس قلت اقولها لك يعني عشان لو انت عايز تعرفها. قلت لك النهارده استمتع، استمتع ثم اتعلم بجد. طيب تعالى يا دكتور بقى، بقول لك كمان يعني ان المعده فيها شويه لايبيز، بس مش غلطش يعني ده قوي. تعال بس ايه نعدي كده يا دكتور من المعده بقى. بص بقى، المعده دكتور خلصت، عملت ايه؟ عصرت الاكل وخلته عصاره وهضمت البروتين. تعمل ايه بقى؟ يلا خلصت، يلا يا اكل، يلا يا اكل، حركه يا اولاد دوديه، حركه دوديه، يلا يا اكل، يلا يا معده انقبضي انقبضي انقبضي، تزق الدم على او تزق الاكل على الامعاء. بص بقى الاكل خارج في الامعاء عامل ازاي؟ معصور يا اولاد. هي اي نعم الكربوهيدرات والدهون ما اتهضموش، بس اتعصروا، واخد بالك؟ طيب بص يا سيدي بقى، دي يا جماعه اسمها فتحه البواب. فتحه البواب، لو حضرتك قاعد في الامعاء هتلاقي كل شويه حاجه بتفتح تنزل شويه عصير وتقفل تاني، اسمها فتحه البواب. تمام؟ حلو. بص بص بص، انت كده في الامعاء، ايه اللي بينزل من المعده ده يا دكتور الاكل اللي في المعده اللي كان عمال يتعصر جوه. خلاص كده؟ حلو خالص. مين اللي جاي من المعده مهضوم؟ البروتين. مين اللي جاي مش مهضوم؟ قال لك يا دكتور اللي جاي مش مهضوم الا وهو الكربوهيدرات اللي ما تهضمش يعني في البق، واللايبيدات. طيب بص يا سيدي، حضرتك في حاجه غريبه جدا لازم تكون تتساءل عنها دلوقتي. يا دكتور الاكل اللي في المعده ده ممزوج ومطحون في الاتش سي ال، والاتش سي ال ده المعده كانت محميه ضده عشان كان عندها غشاء مخاطي. السؤال، هل الامعاء عندها غشاء مخاطي؟ الاجابه لا. تقول يا دكتور استنى، طب ما كده الاتش سي ال اللي نزل مع الاكل ده هيحرق الامعاء. اقول لك انت عندك حق، وانت شاطر ومجتهد وذكي. سبحان الله يا ولاد، اول حاجه بتصب على الاكل بعد ما ينزل من المعده للامعاء حاجه اسمها بيكربونات صوديوم. بيكربونات صوديوم. فاكر العصاره البنكرياسيه دي يا جماعه بتتصب في قلب الامعاء، واول حاجه بتنزل على الامعاء بيكربونات صوديوم NaHCO3. الشاطر في الكيمياء هيبقى عارف ليه، لان حضرتك لما تجيب HCl ومعاه NaHCO3، ال Na تمسك في الCl يطلع NaCl ملح طعام، والH تمسك في الباقي تعمل لك H2O ميه. فحضرتك ده تفاعل اسمه تفاعل تعادل. فيا جماعه HCl اللي نازل من المعده ده ما بيأثرش على الامعاء. ليه؟ لان حضرتك الامعاء فيها حاجه اسمها NaHCO3 بيكربونات صوديوم بتعادل الاتش سي ال، ما ياثرش على الامعاء، لان حضرتك كده بوظته اصلا. لان الحمض لما تعادله بقلوي بقى متعادل خلاص، مفيش مشكله فيه. تمام؟ حلو قوي. طيب ده يا جماعه ال NaHCO3 بيعمل ايه؟ يمسك في الاتش سي ال. فاكر الاخضر اللي كان في المعده اللي كان بيفتت الاكل؟ فاكره؟ ده يا جماعه NaHCO3 يا ولاد بيتعادل مع الاتش سي ال عشان يبوظه، ما ياثرش على الامعاء، لان حضرتك مش محتاجه في الامعاء بقى خلاص، بس هو كده كده نازل مع الاكل. تمام؟ حلو خالص. ده يا جماعه المعادله او النيوتراليزيشن اللي بيحصل. تمام؟ حلو خالص. طيب وبعدين بص بقى يا سيدي، حضرتك البروتين اللي هضمته في المعده كمل هضمه في الامعاء عن طريق انزيم اسمه انزيم التريبسينوجين. الايه؟ التريبسينوجين. تعال قال لك يا دكتور ده اسمه التريبسينوجين. بيعمل ايه يا اولاد؟ بيكسر ويفتت ويهضم البروتين. مين ده بقى يا شباب؟ دي يا اولاد الدهون الصفرا دي. بيجي لها يا جماعه حاجه اسمها اللايبيز. اللايبيز ده جاي منين؟ جاي في الامعاء من البنكرياس. هقول لك ده هنجمعهم مع بعض ان شاء الله، بس بقول لك بس يعني على الكونسيبت بتاع الايه بتاع الهضم. خلاص؟ واللايبيز يا جماعه بيساعدوا حاجه اسمها العصاره الصفراء من الكبد. بص بقى اللي بيحصل، حضرتك دي الدهون بتتهضم اهي خلاص، عماله تتكسر لاحماض امينيه وجليسرين، احماض امينيه وجليسرين. تمام؟ بص يا سيدي، حضرتك بتبلع الدهون
ما بتتمضغش يا اولاد، بتتبلع، واخد بالك؟ فانت بتبلع جزيئات دهون كبيره. فعشان حضرتك تبدا تشتغل عليها اصلا وانزيم اللايبيز يبدا يكسرها، لازم يحصل حاجه اسمها ايمالسيفيكيشن، او تحول الدهون حضرتك لحاجه اسمها مستحلب دهني. بعد ما تحول الدهن لمستحلب دهني، ساعتها بقى الانزيم يقدر يشتغل على المستحلب الدهني ده. تاني، انت بتاكل دهون، الانزيم اللي اسمه لايبيز ما يقدرش يكسرها الا لما تتحول الى مستحلب دهني. مين يحولها لمستحلب دهني؟ من لها يطلع الكبد. انا لها، انا هطلع العصاره الصفراويه اللي هتحول الدهون لمستحلب دهني. تمام؟ يبقى يا جماعه الدهن ده بيشتغل على ايه؟ عصارتين، عصاره صفراويه وعصاره بنكرياسيه. عصاره صفراويه ولاد تحول الدهن لمستحلب دهني، بنكرياسيه فيها لايبيز يكسر المستحلب الدهني بقى لاحماض امينيه وجليسرين. تمام؟ سلام سلام سلام. طيب بص بقى يا سيدي، بص بقى عملنا ايه يا شباب؟ ده منظر من ظهرك، يعني شلنا العمود الفقري والجلد واللحم، بنبص من ظهرك. فيا جماعه اللي فوق ده الكبد، واللي هي نايمه عليه ديت المعده، واللي بالعرض الاحمر الجميل ده يا ولاد الا وهو البنكرياس. شايف بقى القناه الخضراء دي يا جماعه اللي مرسومه بالاخضر، يعني دي يا جماعه القناه اللي بينزل فيها العصاره الصفراء من الكبد. ركز بقى شوف القصه، يعني بيعملوا ايه مع بعض. بص 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 يا نهار ابيض، اقسم بالله يا جماعه ده عظمه بجد، مش مصدق بجد يعني. بص ده الكبد بينزل يا جماعه البتاع الابيض دوت اللي هي العصاره الصفراء من الكبد، تنزل على القناه اللي مكمله مع البنكرياس. وشايف التحويش اللي بيحصل في المراره؟ شايف المراره بتحوش ازاي؟ طب يا دكتور معلش سؤال يا جماعه، ده تامل خاص مني والله. ليه يا اولاد المراره بتحوش؟ اصل حضرتك انت مفطور على على التفاصه، انت طفس، لما تاكل ما بتعتقش. تمام؟ ما بتعتقش، بتزود، ما بتاكلش على قدك، بتاكل على قدك لحد ما الاكل يوصل لحد هنا. ده كويس؟ ده مش كويس. فماذا لو حضرتك جبت مثلا 2 سمين و3 كوارع و4 كفته ومش عارف ايه، فانت اكلت كميه دهون رهيبه، فكميه العصاره الصفراء اللي نازله على الامعاء بتاعتك ما تقضيش. مين اللي يلحقك؟ اللي يلحقك هي المراره. عشان كده الناس اللي شايله المراره يا شباب ما تاكلش دهون بصوره كبيره. ليه؟ ما عندهمش مخزون من العصاره الصفراويه. خلاص؟ سبحانك يا ربي. شوف بقى اللي حصل، تنزل يا جماعه من الكبد على الامعاء او على البنكرياس قصدي يعني، والبنكرياس يا اولاد يجيب العصاره بتاعته والاثنين يصبوا فين؟ في قلب الامعاء. بص كده اهو، الاثنين يا جماعه نازلين على الامعاء الدقيقه اهو بهذا الشكل. يبقى يا دكتور ايه اللي رايح على الامعاء دلوقتي؟ اللي رايح على الامعاء يا شباب العصاره الصفراء من الكبد والعصاره البنكرياسيه من البنكرياس. اتمنى تكونوا مستمتعين وفاهمين ومتخيلين الرسم، مفيش اكتر من كده بقى خلاص يعني، صح؟ طيب يلا يا دكتور، دي يا جماعه الديودينم او الديوجينم او الامعاء الدقيقه. بصوا يا ولاد بقى، حضرتك احنا خلاص الحمد لله يا دكتور هضمنا، وبعدين يعني حضرتك حولنا الكربوهيدرات لجلوكوز، وحولنا البروتين لاحماض امينيه، وحولنا الدهون لاحماض دهنيه. يعني يا دكتور هضمنا خلاص، خلصنا بقى، وبعدين ماذا بعد؟ اسيبهم بقى في قلب الامعاء؟ قال لك لا، تعمل حاجه اسمها امتصاص. يبقى يا جماعه انا اكلت، هضمت، همتص. يعني ايه همتص بقى؟ يعني تاخد المواد الاوليه الصغيره اللي اقدر امتصها، تاخدها من الامعاء توديها على الدم عشان الدم يبعتها لكل الخلايا، عشان الدم يوزع الجلوكوز على الخلايا. انت اكلت عيش خلاص، ايه اللي حصل؟ بدأ الهضم في قلب بقك، النشا بقت ملطوز، نزل الملطوز في قلب امعائك، بالملطيز بقى جلوكوز، الجلوكوز امتص من الامعاء للدم، الدم وزع الجلوكوز على كل الخلايا، الخلايا خدته اكسدته، طلعت الطاقه، استفدت بالطاقه، مشيت بقى وفكرت ومش عارف ايه والكلام ده كله، مستمتع بالله عليك. طيب كمل معايا. كيف يحدث الامتصاص؟ قال لك يا دكتور ده كده الامعاء من جوه يا شباب. سبحان الله يا ولاد، حضرتك امعاءك من جوه مساحه سطحها 10 متر مربع. الاوضه اللي انت قاعد فيها مساحتها كده 3 متر مربع. يعني امعاءك من جوه لو اتفردت على الارض، هي مطويه ملفوفه، لو فردنا امعاءك على الارض من جوه هتفرش 3 اوض. تخيل، سبحانك يا ربي. تعال ليه بقى يا شباب؟ لان حضرتك من جوه كده ملفوفه فيها يا جماعه كريستي او ثنايات زي ما انت شايف كده. بعدين يا جماعه فيها حاجه اسمها الفيلاي بقى او الخملات، اللي بيمتص يا ولاد عضو امتصاص المواد من الامعاء للدم هو الخمله دي. عامله ازاي الخمله؟ عامله كده يا ولاد، تمام؟ وجواها اوعيه دمويه بتمتص من الامعاء الجلوكوز والاحماض الامينيه والحاجات اللي مهضومه توديها على الدم. تمام؟ اهو راح على الدم يا شباب. مين اللي راح الدم؟ الجلوكوز، احماض امينيه، اي حاجه بتدوب في الميه بتروح على الدم. تمام؟ ويا دكتور الدهن هقول لك بيروح فين بس كمان شويه. ماشي؟ طيب ماشي يا دكتور. كده يا دكتور خلاص الاحماض الامينيه والاملاح مثلا المعدنيه والجلوكوز راح الدم، وبعدين قال لك يا دكتور بعد كده بقى حضرتك تبدا تستفيد. ماشي؟ بص بقى يا سيدي، نفس الخمله يا اولاد فيها وعاء اسمه وعاء لمفاوي
في يا جماعه سائل اسمه الليمف. حضرتك عندك في جسمك سائلين، سائل اسمه الدم اللي انت بتشوفه، سائل اسمه الليمف غالبا مش بتشوفه. تمام؟ ده يا جماعه عباره عن بلازما الدم بتترشح من الدم يمشي في اوعيه اسمها اوعيه لمفاويه. يبقى الليمف بيمشي في اوعيه لمفاويه بس مش اكتر. الليمف ده دكاتره اللي بياخد بقى الدهون، الحاجات اللي بتدوب في الميه يا اولاد بتروح على الدم، لان دمك معظمه ميه، فاللي بيدوب في الميه بيروح على الدم، زي الاحماض الامينيه والاملاح المعدنيه والجلوكوز. السكر بيدوب في الميه عادي. طب الاحماض الدهنيه تدوب في الميه؟ لا يمكن ان يختلط الزيت بالماء. فحضرتك الاحماض الدهنيه تروح على الليمف. ايه الليمف ده؟ سائل لمفاوي بيمص من الامعاء الاحماض الدهنيه واي حاجه مش بتدوب في الميه. يعني عندك مثلا بعض الفيتامينات مختصرين في كلمه كده: كي، فيتامين كي، فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي، دول دكاتره لا يذوبوا في الماء، فيمتصوا في الدم ولا في الليمف؟ في الليمف. تمام؟ حلو خالص. ماشي يا دكتور. ده الليمف يا جماعه اللي بياخد الاجزاء التي لا تذوب في الماء، تمام، عشان يوديها على القلب. خلاص، دي يا ولاد بالنسبه للخملات. سبحان الله. بعد كده يا جماعه ده اخر جزء من الامعاء الدقيقه، ما فيهوش خملات كتير يعني زي الباقي، او ما فيهوش تنيات زي الباقي يعني. بعد كده حضرتك بقى الامعاء الغليظه اللي بيحصل فيها تكوين البراز. بصوا يا جماعه كده اللي بيحصل مثلا ده، دي يا جماعه الحركه الدوديه اللي بتحصل في جسمك. سبحان الله. بتحصل ازاي؟ ولا احسن خلاط ولا احسن عصاره، سبحانك يا ربي. بصوا يا ولاد، بصوا اللي بيحصل. تمام؟ طيب الامعاء الغليظه بيحصل فيها ايه؟ ده يا دكتور اسمه الاسندنج كولون او القولون الصاعد، اهو طالع كده. خلاص، جواه بقى بيحصل ايه؟ قال لك يا دكتور جواه مفيش امتصاص، مفيش خملات يا ولاد. لان ايه اللي بيحصل جواه؟ ده يا دكتور اللي بيكون البراز وينزله، مش عايز امتص بقى حاجه منه خلاص. حضرتك كده ماشي جوه القولون بتاعك. تمام؟ طيب مليان، بيقول لك اهو في يا جماعه 10 اس 12 بكتيريا. يعني 10 اس 12 ده يعني رقم خرافي، بليون. خد بالك، قولونك بيعيش على البكتيريا، مليان بكتيريا طبيعي في جسمك ومهمه جدا، من غيرها ما يتكونش البراز. تمام؟ حلو قوي. طيب بصوا بقى الحركه الدوديه في القولون عشان يعمل ايه؟ عشان يا دكتور يدفع البراز عشان ينزل لحد الشرج. سبحان الله، سبحانك يا رب، سبحان الله. وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي انفسكم افلا تبصرون. بس يا دكتور خلاص كده يا جماعه البراز خرج من قلب المستقيم ثم الى الشرج. ده يا ولاد بالنسبه لي الفيديو اللي كان معانا النهارده، اللي بنوضح فيه الجهاز الهضمي بالتفصيل. يلا يا جماعه بينا بقى اخر حاجه معانا النهارده نقرا الهضم يعني ايه، بس مش اكتر. احنا كده الحمد لله خلصنا، بس هقول لك يعني ايه هضم. طيب بسم الله. كتاب الامتحان يا ولاد، نقرا بقى كده اللي احنا شرحناه كده بالراحه عشان نبقى احنا عارفين وصلنا لفين في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا دكتور ان حضرتك بتاكل في اليوم تقريبا من كيلو الى كيلو ونص كيلو جرام اكل. يعني حضرتك بتاكل في السنه 365 كيلو جرام او اكتر. يعني حضرتك بتاكل في حياتك في عمرك 228,800 كيلو جرام. يعني حضرتك بتاكل طول ما انت عايش 28 طن اكل. تخيل بقى لو ما عندكش اخراج وهضم كنت هتبقى قد ايه. سبحان الله. طيب بص يا جماعه، خلصنا التغذيه الذاتيه اللي كانت في النبات. هنا يا جماعه تغذيه غير ذاتيه، يعني حضرتك لا تقدر على صنع الغذاء بنفسك، بتاكله جاهز، بس بتاكله معقد لازم تهضمه. تمام؟ عشان يبقى الكلام. قال لك يا دكتور يحصل الكائن الحي غير ذات التغذيه على غذائه في صوره مواد عضويه جاهزه معقده التركيب، غالبا ما تكون جزيئات ضخمه زي ايه؟ كربوهيدرات، بروتينات، ليبيدات. كلام سهل. لا تستطيع ان تنفذ خلال اغشيه الخلايا. يعني حضرتك الغشاء بتاعك ما يقدرش يعدي كربوهيدرات ولا ليبيدات ولا بروتينات. ده كلام محترم جدا جدا جدا. يبقى يا دكتور ما فائده الهضم؟ تحويل المركبات المعقده الى مركبات بسيطه تعبر اغشيه الخلايا. ماشي؟ لا يستفيد منها الا بعد هضمها. طيب الهضم يا جماعه يعني ايه هضم بقى؟ قال لك يا دكتور الهضم ده هو عمليه يا ولاد تحويل جزيئات الماء او جزيئات الطعام، ما ايه؟ جزيئات الطعام الكبيره الى جزيئات صغيره. بوليمر يبقى مونيمر، سهله خالص. كربوهيدرات يبقى جلوكوز او سكريات احاديه. بروتين يبقى حمض اميني. دهون تبقى احماض دهنيه. تمام؟ الى جزيئات صغيره بواسطه، تركز بقى كده، التحلل المائي. يا جماعه ده اسم التفاعل يا ولاد، اسمه تحلل المائي. يعني حضرتك بتحط في التفاعل ميه عشان تساعد في التفاعل. خلاص؟ بمساعده مين؟ الانزيمات. دي قصتها قصه هنقولها النهارده ان شاء الله. طيب اهميه الهضم سهله يا دكتور، تكسير جزيئات الغذاء كبيره ومعقده التركيب الى جزيئات اصغر حجما وابسط تركيبا يسهل امتصاصها، عشان حضرتك تعرف تمتصها للدم وتخش الخلايا. تمام؟ بالانتشار او النقل النشط لتستخدمها كمصادر للطاقه او للبناء واستمرار النمو. طيب تعالى يا دكتور على الامثله. بسم الله. تكسير البروتين لاحماض امينيه، النشويات يا جماعه عن الكربوهيدرات ليه سكريات احاديه زي الجلوكوز، الدهون ليه احماض دهنيه وجليسرين. كلام ممتاز جدا جدا جدا، وقلت لك يعني ايه كل الكلام ده في البدايه. طيب دكتور ما هو الانزيم؟ صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قال لك يا دكتور الانزيم ده
جماعه احنا خدنا عباره زمان كده بتقول واحنا في اولى ثانوي ان يا ولاد كل الانزيمات عباره عن شاطر بروتينات، وليس كل البروتينات انزيمات. يعني العكس مش صحيح، لكن اي انزيم ده بروتين. تاني، اي انزيم هناخده النهارده ده بروتين. تمام، حلو خالص. هو ماده بروتينيه لها خصائص العوامل المساعده. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتساعد في التفاعل، كلام سهل، نتيجه قدرتها على التنشيط المتخصص. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، انا انزيم اسمي محمد ايمن، او انزيم اسمي جواد، انا اسمي كده انزيم اسمي جواد، اسمي رمضان، اسمي ايه؟ عبد السميع. خلاص، حضرتك عندك ماده اسمها ايه بتتفاعل مع بي، تمام، تطلع لك سي. وعندك ماده اسمها دي تتفاعل مع اي تطلع لك اف. دول يا جماعه تفاعل وده تفاعل، خلاص، تفاعلين مختلفين. خلاص، ركز بقى. دكتور انا جواد او انا رمضان مثلا، رمضان يا ولاد لا ينشط، ما بيشغلش يا جماعه الا ايه وبي يطلع سي بس. طب يا رمضان لو سمحتي بس في تفاعل تحت كده عايزين، ماليش دعوه، انا متخصص، انا لا انشط الا تفاعلا واحدا. تمام، حلو، ده يا جماعه معنى كلمه متخصص. يبقى اولاد رمضان ينشط ايه مع البي بس يطلع سي. طب عايز بقى دي مع ايه يطلع ايه؟ قال لك لا خلاص هات لهم مثلا سعيد مثلا يعني. تمام، يبقى يا جماعه الانزيم ماده بروتينيه لها خصائص العامل المساعده نتيجه قدرتها على التنشيط المتخصص. طيب تعالى يا دكتور يقول لحضرتك آلية عمل الانزيم. قال لك يا دكتور يحفز كل انزيم احد التفاعلات الكيميائيه التنشيط المتخصص يعني يا ولاد، وهذا التفاعل يعتمد على، ركز بقى، يعتمد يا شباب التفاعل بتاع الانزيم ده على ايه؟ على تركيب الجزيء المتفاعل. يعني حضرتك انت بتكسر ايه؟ بتكون ايه؟ بتهضم مين؟ بتكون مين؟ بتبني مين؟ بتهدم مين؟ بتكسر، واخد بالك؟ يعني على حسب انت بتكسر ايه اكيد يعني. وشكل الانزيم، تعال بص يا سيدي حضرتك، ده يا ولاد الانزيم مثلا اهو عامل كده. بتلاقي حضرتك الحاجه يا جماعه اللي داخله في التفاعل اللي انت عايز تكسرها مثلا، اللي انت عايز تهضمها ولتكن كربوهيدرات، اسمها ايه؟ اسمها يا دكتور ماده التفاعل. فواخد بال حضرتك ان انزيم وماده التفاعل يا جماعه بيعملوا فيت مع بعض، بيفت بعض يا ولاد، يعني بيلبسوا بعض كده، عاشق ومعشوق. تمام، ليه؟ عشان يعرف يمسك فيها. خلاص، وبعدين قال لك يا دكتور ارتبطوا وعملوا يا جماعه حاجه اسمها مركب وسطي، عباره عن ايه؟ ماده التفاعل والانزيم. طيب قال لك يا دكتور بعد التفاعل حضرتك ده الانزيم اهو زي ما هو يا شباب، ما بيحصلوش اي حاجه، وحضرتك التفاعل بقى ليه نواتج، كسرت الكربوهيدرات مثلا الى سكريات احاديه، مالتوز مثلا او مالتوز لجلوكوز وجلوكوز. تمام، ده يا جماعه الانزيم. طيب عايز اقول لحضرتك على حاجه. الانزيم يا ولاد له القدره على التكسير، شايف السهم ده، والبناء مره اخرى. يعني يا جماعه الانزيم ممكن يعمل الحاجه وعكسها، ممكن يكسر لك المالتوز مثلا لجلوكوز وجلوكوز ويعمل لك العكس، يبنيهم تاني يبقى مالتوز تاني. خد بالك، شايف الاسهم دي كويس خالص. بص يا سيدي، هنا يا جماعه اسمها ماده التفاعل. يعني ايه ماده التفاعل؟ يعني حضرتك الحاجه المتفاعله، الحاجه اللي انت بتكسرها، الحاجه اللي انت بتهضمها. تمام، والانزيم. وبعدين قال لك يا دكتور بينتج مركب وسطي غير ثابت، يعني يا جماعه ده ما بيقعدش كتير، فتره قليله. وبعدين نواتج التفاعل اللي هي بقى بتاع الهضم يعني مثلا، والانزيم. طيب بص يا سيدي، خصائص الانزيمات يا ولاد، انا يا جماعه مسكمها كده في كلمه او في جمله لذيذه خالص اسمعوها مني. قال لك يا دكتور الانزيمات متخصصه، دي اول حاجه، وخلبوصه وعناديه وخامله وقموصه. يا سلام عليا. يبقى يا شباب الانزيمات دي احفظ بقى، متخصصه وخلبوصه، عناديه خامله قموصه. تاني، الانزيمات متخصصه وخلبوصه، عناديه خامله قموصه. تاني، الانزيمات متخصصه وقلبوزه او خلبوزه، عناديه خامله قموصه. دكتور يعني متخصصه؟ قلناها. قال لك يا دكتور لكل انزيم تفاعل كيميائي معين بينشطه لوحده يحفزه معتمدا على تركيب الجزيء المتفاعل، يعني نوع الماده المتفاعله وشكل الانزيم، زي ما قلنا يا جماعه فوق اهو، ده يا دكتور الجزيء التركيب وده شكل الانزيم، لازم يكونوا زي بعض في الشكل او بيكملوا بعض. خلاص، طيب بعد كده يا جماعه خلبوصه. اقول لك يعني ايه خلبوصه؟ قال لك يا دكتور خلبوصه يعني حضرتك الانزيم ده يا ولاد تاثيره زي تاثير الهواء، ما بتحسش بيه، خلبوص كده من تحت لتحت. قال لك يا دكتور الانزيم خلبوص يا ولاد يعني لا يؤثر على نواتج التفاعل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مثلا حطيت وليكن يعني هنا يا ولاد دخلنا مثلا 20 جرام كربوهيدرات، خلاص هو كسرهم، هل ياكل حبه؟ لا. هل يزود حاجه؟ لا. هل ينقص حاجه؟ لا. يطلع يا دكتور بعد ما تكسروا برضو مع بعض 20 جرام هم. يبقى يا جماعه الانزيم لا يؤثر على نواتج التفاعل، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، مش عشان احطك تسرع التفاعل. يا جماعه هو ايه الفكره في الانزيم اصلا؟ قال لك يا دكتور الفكره في الانزيم ان حضرتك مثلا بدل ما كان ايه مع بي يا ولاد بياخدوا وليكن عشان يكونوا سي وليكن بياخدوا تلت ساعه، قال لك لما تحط الانزيم ده اهو هياخدوا يا جماعه 5 دقائق بس. فهو يا جماعه بيسرع التفاعل، تنشيط التفاعل مش اكتر. خلاص، خدنا يا جماعه في اولى ثانوي الكلام ده. طيب قال لك يا دكتور لانها تعمل كعامل حفازه فقط، بيزود السرعه بس وتزيد من معدل التفاعل حتى يصل لحاله اتزان، لكن لا تؤثر على النواتج.
طيب يا دكتور كده متخصصه وخلبوصه. طب عناديه، قال لك يا دكتور عناديه انها ممكن تعمل لك عكس اللي انت عايزه. لو هي زعلت منك يا اسطى ممكن تقول لها يمين تقول لك شمال، تقول لها شمال تقول لك يمين، ساعتها بقى تعمل ايه؟ اديها على بوزها خلاص. فيا دكتور الانزيم، مش هي اكيد الانزيم يا بنات ما تزعلوش مني، مش قصدي يعني، انا جبت ورا صح. طيب يا رب خطيبتي ما تشوف الفيديو. طيب يبقى يا جماعه بعض الانزيمات لها تاثير عكسي. ازاي؟ لسه قايل لحضرتك A زائد B يديك C، ممكن يعمل لك العكس، يكسر لك السي للبي وايه. تمام؟ يبقى يا دكتور يعمل عكس الحاجات. يبقى يا دكتور كده خدنا 3 حاجات، متخصصه خلبوزه وعناديه. بعد كده يا جماعه خامله، قال لك يا دكتور الانزيم بيفرز الاول في صوره خامله ثم ينشط. زي مين خدناه؟ زي البيبسينوجين يتحول بالاتش سي ال للبيبسين، وزي التريبسينوجين اللي في الامعاء يتحول بالانتيروكاينيز لتريبسين. هقول لك ان شاء الله اقول لك الكلام ده دلوقتي، ركز بس معايا. يبقى يا جماعه ممكن يكون لها تاثير عكسي عادي جدا. طيب يعني ايه بقى يا اولاد قموصه؟ قال لك قموصه انا كانزيم ما اشتغلش الا في ظروف مناسبه. يعني ايه يا عم الانزيم؟ قال لك يعني عشان اشتغل لازم يكون عندي حراره معينه انا اللي بحددها، وكمان اس هيدروجيني انا اللي بحدده. بالراحه، خدنا يا جماعه في الكيمياء حاجه اسمها الاس الهيدروجيني. هنا يا ولاد كده 7.4 7.4، وهنا الصفر وهنا 14. حضرتك من صفر ل 7.4 بيسموها يا جماعه حامضي. اي حاجه بين الرقمين دول بيسموها حامضيه. من 7.4 لحد 14 قاعديه او شاطر قلويه. ركز بقى، فحضرتك في انزيمات بتشتغل او المعظم يا جماعه بيشتغل عند الوسط المتعادل 7.4. تمام؟ طيب في انزيمات بتشتغل في الوسط الحامضي. يا نهار اسوح يا نهار اسوح، حضرتك ده البيبسين اللي في معدتك بيشتغل عند 1.5. تخيل، يعني عند حامضي جدا. طيب تعالى بقى، التريبسين اللي بيهضم برضه البروتين بس في الامعاء بقى بيشتغل يا دكتور عند 7 وشويه. فيا جماعه البيبسين بيشتغل في المعده عند وسط حامضي، التريبسين بيشتغل في الامعاء عند وسط قاعدي، صح كده؟ لان قلت لك في الامعاء الاتش سي ال ما بيدومش، في حاجه اسمها بيكربونات صوديوم بتعادل الاتش سي ال ده. خلاص الراجل لف ورجع تاني، تخيل. فيا جماعه الحراره مهمه جدا لعمل الانزيم، ليه درجه حراره بيشتغل عندها، لو علت او وطيت بيقف. خلاص، وكذلك الاس الهيدروجيني، في يا جماعه اس هيدروجيني بيشتغل عنده الانزيم. يعني حضرتك لو جبت البيبسين بتاع المعده حطيته في الامعاء ما يشتغلش، جبت التريبسين بتاع الامعاء حطيته في المعده ما يشتغلش برضه، جبت الاميليز اللعابي اللي في البق حطيته في المعده ما يشتغلش برضه. خلاص، حتى بقول لك ايه، ان الاتش سي ال اللي في المعده ده بيبوظ يا جماعه عمل الانزيم اللي اسمه الاميليز اللعابي او اسمه الانزيم التيالين. تمام؟ حلو خالص. طيب تعالى يا دكتور على رقم 5. قال لك يا دكتور اهو في حاله خامله يا اولاد زي البيبسينوجين بالاتش سي ال يا جماعه يبقى بسين. ده يا اولاد خصائص الانزيمات، كلام مهم جدا جدا جدا. طيب تعالى حل كده بسم الله، اختبر نفسك. الشكل المقابل يوضح مواد بروتينيه في احد التفاعلات الانزيميه بالجهاز الهضمي، اي منها يمثل انزيمات. تعالى نشوف بسم الله. بص كده حضرتك على الالوان، شايف رقم 2 اللي اتكسرت؟ يبقى يا دكتور رقم 2 دي تم هضمها، يبقى حضرتك مثلا ممكن تكون دي كربوهيدرات، بروتينات، لايبيدات. طيب بص يا سيدي، حضرتك بقى اللي دخل التفاعل ده HCl حوله من 1 ل 3. يبقى يا دكتور ده مثلا ممكن يكون في المعده عشان هو الHCl اللي بينشطه. يبقى يا دكتور ده انزيم اسمه انزيم البيبسين، البيبسينوجين بقى، البيبسينوجين يتحول ليه بيبسين. خلاص كده بايه؟ بالHCl. طب وده قال لك يا دكتور ده اكيد بروتين، حصل له ايه؟ اتهضم اهو، اتكسر اهو. خلاص كده حلو قوي. يبقى يا جماعه الانزيمات عندي بيبسينوجين غير نشط، بيبسين 1 و3. تمام؟ حلو قوي. ايه الهضم في الانسان؟ بسم الله. قال لك يا دكتور بقى عدي على الكلام بسرعه خالص، احنا الحمد لله هرسناه وشفنا كمان 3 دي ودلعناكم على الاخر. الفم يا اولاد، بعد كده البلعوم حضرتك، بعد كده حضرتك ده المريء، ثم المعده يا شباب، وحضرتك البنكرياس وراها، مش باين كده يا جماعه بس هو مبينه لك في الرسم يعني مجازا يعني. وده دكتور الكبد، وحضرتك دي القناه الصفراويه، والمراره طبعا شرحتها لك اللي حضرتك بتفقعها الماما، وانت اكتر يعني لما تقول لك اعملي حاجه اغسلي مثلا مواعين ما ترضيش، تقول لك انت فقعتي لي المراره، عندي مره واحده وانت فقعتها لي. خلاص، دي يا دكاتره الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه يا جماعه والمستقيم والشرج. كلام محترم جدا جدا جدا. طيب قال لك يا دكتور الجهاز الهضمي بتاع حضرتك عباره عن الفم، بلعوم، مريء، معده، امعاء دقيقه، امعاء غليظه، والشرج. غدد ملتحقه يا جماعه بالقناه الهضميه الا وهي الغدد اللعابيه قلتها لحضرتك اللي بتطلع اللعاب، والكبد اللي بيخرج العصاره الصفراويه اللي بتساهم في هضم الدهون، والبنكرياس اللي بيخرج العصاره البنكرياسيه اللي قادره تهضم الاكل كله. هقول لك دلوقتي ان شاء الله. بص يا سيدي، قال لك يا دكتور اول حاجه الهضم في الفم، بقك فيه ايه؟ اول حاجه السنان، قلت لحضرتك اول حاجه قدام كده قواطع، يبقى يا دكتور قواطع تستخدم فيه تقطيع الطعام. طيب لو ما عرفتش تقطع بالانياب بالقواطع تقطع بالايه؟ كده بالانياب. يبقى يا دكتور الانياب ده اهي بتمزيق الطعام، تستخدم في تمزيق الطعام. طيب الاضراس او الضروس قال لك يا دكتور تستخدم فيه طحن الطعام. حلو خالص. طيب تعالى يا دكتور على اللسان، بيعمل ايه؟ بتدوق بيه الملح والسكر، لان يا دكتور عندنا حضرتك على اللسان بتاعك حاجه اسمها حلمات حسيه،
بتحس بيها. تمام. طيب بيقلب الاكل يا اولاد ويدوق، يبقى يا دكتور يقوم بتذوق الطعام وتحريكه وخلطه باللعاب، بعدين يساعدك في البلع. خلاص. طيب الغدد اللعابيه يا شباب حتى اسمها بلع ولعاب، فاهم انت يعني؟ في يا جماعه سنس كده في الموضوع يعني. قال لك يا دكتور عند حضرتك غدد اسمها الباروتيد، وريتها لك اهي هنا كده، مش عارف بالعربي اسمها ايه صراحه، وتحت اللسان يا ولاد اسمها سب لينجوال، وتحت الفك اسمها سب مانديبولار. دي يا جماعه اسمها غدد لعابيه، بتطلع اللعاب. عامل ازاي اللعاب ده؟ تعال اقول لك. قال لك يا دكتور يوجد 3 ازواج من الغدد اللعابيه تفتح بقنوات في التجويف الفم. يا جماعه يعني اللي منكم فتح قبل كده بقه وعمل كده، بص يا ولاد على شدقه من جوه، على فك، على يعني صدغه كده من جوه، هتشوف الفتحه بتاعه الغده اللعابيه ده اهي. تمام. ممكن تشوفها. تمام. حتى لما تعمل كده بتلاقي اللعاب زاد في بقك. ليه؟ لانك عملت استريتش او شديت الجلد جامد، فالفتحه اتفتحت بتاع الغده اللعابيه، القناه بتاعتها اتفتحت، خرجت اللعاب. تمام. طيب يا الله الدرس ده جميل خالص. فقال لك يا دكتور 3 ازواج من الغدد اللعابيه تفتح بقنوات في التجويف الفمي لتصب اللعاب الذي يحتوي على المخاط. يبقى يا دكتور اول حاجه لعابك فيه مخاط. ليه؟ عشان يزحلق الاكل ويساعدك في الهضم، الذي يلين الطعام ويسهل انزلاقه. لو انت ريقك ناشف لو كلت ما تعرفش تبلع، لازم تشرب ميه. ليه؟ لان اللعاب ده بيساعدك، فلو نشف ما تعرفش تبلع الاكل، ما يتمضغش بسهوله يعني. طيب ايه كمان؟ قال لك يا دكتور مهم جدا جدا انزيم الاميليز يا اولاد الذي يسمى بالتيالين. يبقى يا جماعه ما هو التيالين؟ هو الاميليز بس اللي في البق، الاميليز اللعابي. خلاص كده. وهو يعمل في وسط قلوي ضعيف، لان بقك اصلا وسطه متعادل تقريبا او قلوي ضعيف، يعني يا جماعه 7.4. يبقى يا اولاد هل يؤثر البي اتش على الانزيم؟ طبعا. حضرتك الاميليز ده لو اتشال من البق ما يشتغلش. ليه؟ لان لو اتحط في المعده مثلا عند 1.5 مثلا، عند البي اتش 1.5 ما يشتغلش. لازم يا جماعه 7.4. خلاص. حلو قوي. ويحلل النشا سكر معقد زي ما قلت لك في اول المحاضره، يعني مائيا الى سكر ثنائي الملتوز. يعني حضرتك نشا بالتحلل المائي اهو، انزيم وسط قلوي ضعيف الاميليز سكر ملتوز. كده حلو جدا، لان حضرتك النشا ده سكر معقد، جلوكوزات كتير خالص. لما تحولها لملتوز يعني يا دكتور جلوكوز مع جلوكوز كويس. اذا لما الملتوز ده يروح الامعاء يتحول الاثنين جلوكوز دول يا جماعه بالمالتيز الى جلوكوز وجلوكوز. اذا يا اولاد يتم بدايه هضم الكربوهيدرات فين؟ في الفم. يتم نهايه او يتم هضم الكربوهيدرات فين؟ في الامعاء. طب يتم او يبدا هضم الكربوهيدرات بانزيم الاميليز اللعابي، ينتهي هضم الكربوهيدرات بانزيم المالتيز والسكريز واللاكتيز. تمام. طيب مضغ الطعام جيدا، امضغ كويس. ليه؟ لان هيساعد على هضم الطعام كويس، يؤدي الى اختلاطه جيدا باللعاب، ويزيد مساحه السطح الماده الغذائيه المعرضه للانزيمات مما يسهل من هضمها. طيب تعالى يا دكتور على البلعوم اللي حضرتك ده طريق مشترك للاكل والهواء. يوجد البلعوم يا ولاد في مؤخره الفم حيث تمتد منه انبوبتان، الاولى طبعا المريء بتاعتنا النهارده، والثانيه القصبه الهوائيه اللي حضرتك جزء من الجهاز التنفسي اللي بتفتح يا جماعه بقصيبات هوائيه وشعيبات على الرئتين اكيد. طيب بقول لك ايه، اضف لمعلوماتك حضرتك الفعل المنعكس هو استجابه سريعه غير اراديه لمنبه حسي معين دون تدخل الوعي والاراده. هبقى احكي لك بعدين، مش قصتك يعني خلاص. الجاج ريفلكس دي يا جماعه. طيب البلع يا اولاد تعتبر فعل منعكس منسق، حيث انه اثناء عمليه البلع ترتفع قمه القصبه الهوائيه والحنجره امام لسان المزمار لتقفل فتحتها فيندفع الطعام من الفم. يعني حضرتك لما تيجي تبلع ميه او اكل بتطلع القصبه الهوائيه يا شباب، لسان المزمار ده يسدها عشان الاكل يعدي في المريء. تمام. طيب بص يا سيدي حضرتك دي الحركه الدوديه اللي شرحتها لك ووريتها لك في الفيديو بالتفصيل عشان تنزل الاكل لحد ايه؟ لحد المعده عن طريق فتحه الفؤاد من هنا كده. المريء يا اولاد يلي البلعوم حيث يمر في العنق هنا كده والتجويف الصدري. قد ايه هو؟ قال لك يا دكتور 25 سم، طويل يا شباب لحد المعده، من هنا لحد المعده. تمام. يوجد ببطانته غدد لافراز المخاط. ليه؟ عشان تزحلق الاكل عادي جدا. يقوم بتوصيل الطعام للمعده بواسطه مجموعه من الانقباضات والانبساطات. كده يا اولاد اسمها ايه؟ اسمها دكتور الحركه الدوديه او البريستاليسيس موفمنت، والتي تستمر على طول القناه الهضميه لتقوم بدفع الطعام وخضه وعجنه مع العصاره الهضميه. لانها يا جماعه مش بس بتدفع، لا هي كمان بتعصر الاكل. تمام. حلو قوي. طيب يلا يا دكتور نختبر نفسنا. بص يا سيدي حضرتك الرسم البياني المقابل يوضح هضم النشا فين؟ بفعل الاميليز في البق مثلا. اي العبارات التاليه صحيحه. بص حضرتك تركيز ماده التفاعل. دكتور هو ايه ماده التفاعل؟ تقول لي يا دكتور ماده التفاعل لسه قالها لنا ورا اللي هي النشا. تمام. يعني يا دكتور هنا تركيز النشا يا اولاد، ركز بقى هنا يا جماعه. نشا اكتب لك المعادله بس، نشا اميليز 7.4 في البق مثلا يديك يا دكتور مالتوز. دي يا دكتور اسمها ماده التفاعل. دول يا جماعه اسمهم نواتج التفاعل. خلاص كده حلو قوي. ركز معايا الله يكرمك. حضرتك ده السكر اسمه سكر مالتوز، سكر ثنائي. ركز بقى هنا يا جماعه عند الف كان تركيز ماده التفاعل عالي، يعني يا دكتور تركيز النشا عالي. يعني حضرتك الهضم لسه بادئ. طب وهنا يا شباب قال لك يا دكتور لا ده هنا يا جماعه الهضم بقى قرب يخلص.
فحتى تركيز النشا قليل. ركز بقى يا دكتور، بيسألك بقى في السؤال على تركيز السكريات. جماعة وتركيز السكر أكتر فين؟ يا دكتور السكر ده هو اللي ناتج من المعادلة، فحضرتك ده السكر الملتوز ده، فتركيز السكر ده عالي وأنا بخلص هضم ولا وأنا ببدأ هضم؟ وأنا بخلص هضم، لأن عمال بكسر نشا وأجيب سكر. تمام؟ حلو خالص. ركز بقى، فيا جماعة تركيز السكر فين أكتر؟ تقول له يا دكتور تركيز السكر عند ب أكتر من ألف، لأن حضرتك عند ب أنت قربت تخلص الهضم. يبقى يا جماعة تركيز السكريات الثنائية عند النقطة ب أكبر من النقطة ألف، طبعا يقصد الملتوز. طيب، أي ممال يا ولاد يعتمد عليه تخصص إنزيم الأميليز في عمله. تعال نشوف كده بسم الله. تركيب كل من النشا وسكر الملتوز حضرتك بيعتمد على تركيب المادة المتفاعلة مش النواتج. شكل إنزيم الأميليز ودرجة الحرارة، حضرتك استنى كده. التخصص يا ولاد بيعتمد على تركيب المادة المتفاعلة وشكل الإنزيم. يبقى يا دكتور تركيب النشا وشكل الإنزيم. تمام؟ طيب، الهضم في المعدة خلصنا يا جماعة تقريبا. المعدة يا ولاد كيس منتفخ يبدأ بعضلة حلقية تتحكم في فتحة الفؤاد. هنا يا جماعة كده، يعني حضرتك بتقفل وتفتح، وريتها لك. تمام؟ كاردياك سفنكتر أو فتحة الفؤاد التي تفصل المعدة عن المريء، ينتهي بعضلة حلقية عاصرة تتحكم في فتحة البواب. هنا يا جماعة كده، عشان برضو تفضي، فاكر المنظر اللي قرفك، بتفضي الاكل اللي في المعده، العصاره القيم في الامعاء. خلاص؟ طيب، تفرز المعده يا ولاد العصير المعدي في ايه بقى؟ قال لك يا دكتور اول حاجه حمضي، بس يا دكتور اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم هو ميه. لما انت بترجع ما بتشوفش لون ولا حاجه يا دكتور، هو عديم اللون، ميه اكتر حاجه. طب لما بترجع بتحس بايه؟ حرقان. ليه؟ عشان يا دكتور الاتش سي ال ده حمض قوي فيحرقك. تمام؟ حلو قوي. طيب بصوا يا ولاد، في يا جماعه مرض اسمه ارتجاع مريء. ايه قصته؟ قال لك ده المريء. خلاص؟ المرض اسمه ارتجاع مريء، يعني حاجه بترجع في المريء. ايه اللي هيرجع في المريء؟ قال لك العضله اللي هنا، العضله اللي عند فتحه الفؤاد يا ولاد فوتت. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتنزل الاكل، والاكل اللي لما تاكل كتير يعني تيجي تنام، هو طبيعي لو انت اكلت ونمت الاكل بيرجع؟ الاجابه لا. ليه؟ لان فتحه الفؤاد يا جماعه عندها عضله عاصره قافله. طيب، ماذا لو فوتت؟ قال لك الاكل يرجع. مش دي المشكله، الاكل يا جماعه راجع مهروس مع اتش سي ال. اتش سي ال ده المريء بتاع حضرتك ما عندوش مخاط قد المعده، يحرق المريء، يعمل لك حاجه اسمها قرحه. تمام؟ حلو خالص. ده يا دكتور ارتجاع المريء. يعني ارتجاع مريء يعني ارتجاع الاكل المهضوم بالاتش سي ال في المريء. ايه مشكلته؟ اتش سي ال ده يحرق المريء، يحرق الجدار الداخلي بتاعه. تمام؟ عشان كده حضرتك ممكن يجي لك في بعض الاوقات حرقان في فم المعده. ايه اللي حصل؟ كلت كتير قوي، اتش سي ال اتفرز كتير قوي، عمل لك الحرقان ده، طلع على المريء عمل لك حرقان في صدرك. خلاص؟ حلو خالص. طيب، اتش سي ال يا ولد يعمل ايه؟ قال لك حضرتك اول حاجه بيشتغل عند بي اتش 1.5 ل 2.5، مما يؤدي الى اول حاجه يا دكتور وقف عمل انزيم التيالين. ليه؟ لماذا؟ علل لماذا يقف عمل انزيم التيالين عندما يصل الى المعده؟ تقول له يا دكتور لانه عندما يصل الى المعده يكون البي اتش في المعده حمضي قوي، وهو لا يعمل الا في وسط متعادل تقريبا او قلوي ضعيف في الفم 7.4. طيب تعالى يا دكتور ايه كمان؟ قتل الميكروبات التي تدخل مع الطعام. بعد كده حضرتك انزيم البيبسين اللي بيهضم البروتين في المعده يفرز في صوره غير نشطه تسمى بيبسينوجين يا ولاد، ويقوم حمض الهيدروكلوريك بتنشيطه ليعمل على هضم البروتين. فحضرتك دي المعادله، بيبسينوجين غير نشط يا شباب بالاتش سي ال يتحول لبيبسين نشط. ده كلام محترم جدا جدا جدا. طيب بعد كده يا ولاد هضم البروتين، يعمل انزيم يا جماعه البيبسين على التحلل المائي للبروتين. يبقى يا ولاد عندي معادلتين في هضم البروتين في المعده. اول حاجه البيبسينوجين نفسه اتش سي ال نشطه البيبسين. البيبسين بقى يا جماعه يجي يشتغل على البروتين عشان يحوله ليه عديدات بيبتايد. عديدات بيبتايد، ركز بقى. فحضرتك المعده كده مخرجه منها البروتين اللي اتهضم، مخرجه منها احماض امينيه؟ لا، امال مخرجه ايه؟ مخرجه يا دكتور عديد بيبتايد. تفرق؟ اه طبعا تفرق. حضرتك الحمض الاميني بيمسك مع الحمض الاميني الاخر بحاجه اسمها رابطه بيبتيديه، فلما يمسك اتنين مع بعض بقى اسمهم يا جماعه ثنائي البيبتايد. لو مسك يا دكاتره اكتر من اتنين بقى اسمهم عديد بيبتايد. فحضرتك هو بيخرج من المعده عديد بيبتايد. تمام؟ حلو خالص. طيب خلي بالك لسه هيكمل هضمه في الامعاء، لان يا دكتور انت محتاج تحوله للمونيمر للحمض الاميني. طيب البروتينات يا ولاد هي المواد الغذائيه الوحيده التي يؤثر عليها العصير المعدي، صح؟ ليه؟ لوجود البيبسين. لا تؤثر العصاره المعديه على الخلايا المبطنه للمعده. ليه؟ لانها دكتور حواليها غشاء مخاطي بيبطنها بيحميها من الاتش سي ال. تمام؟ يا دكتور البيبسينوجين حضرتك عشان يتاكتف بيبقى بيبسين بيستهلك شويه، وكمان الافراز المخاطي اللي بيبطنها من جوه بيحميها شباب من الاتش سي ال. تمام؟ طيب
تعالى يا دكتور على اختبر نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يحدث اثناء مرور الطعام في المريء؟ السؤال الاول او الاجابه الاولى، يتوقف عمل التيالين. حضرتك التيالين ده اللي هو الانزيم الاميليز اللعابي، هل يتوقف في المريء؟ لا يا شباب. يتوقف امتى؟ قال لك يا دكتور يتوقف في المعده لما البي اتش تتغير، عشان فوق كان قلوي ضعيف تحت بقى حمض جدا. فيا جماعه لا، مش هيقف الا لما يوصل للمعده. يبدا عمل انزيم ليبسين، برضو لا مش بيبدا الا لما توصل للمعده، لان المريء اصلا ما فيهوش هضم زي ما قلت لك. يستمر عمل انزيم التيالين، صح يستمر عادي جدا. يتوقف عمل انزيم التيالين؟ لا يا دكتور. فيا جماعه يستمر عادي جدا جدا لان حضرتك لسه في المريء. طيب من اشهر اعراض يا ولاد ارتجاع المريء حدوث التهاب في الجزء السفلي من بطانته، المريء يعني خلاص، اي مما ياتي قد يتسبب في حدوث ذلك. حضرتك ايه اللي يخلي المريء يحصل له ارتجاع؟ قال لك يا دكتور حضرتك ادي المريء وادي المعده، العضله اللي عند البدايه اللي هي عند فتحه الفؤاد يا ولاد، اللي عند بدايه المعده فوتت، فالاكل بقى يرجع. يبقى دكتور المشكله كلها في فتحه الفؤاد، خلل في افراز يا ولاد. تعال نشوف كده، خلل في العضله التي تتحكم في فتحه الفؤاد، صح يا دكتور؟ الف صح. خلاص البوابه يا جماعه مالهاش علاقه، لان حضرتك دي اللي بتودي على الامعاء، مالهاش علاقه. خلل في كلتا العضلتين لا، في الفؤاد بس. خلل في افراز الاتش سي ال برضه لا. طيب الهضم يا جماعه في الامعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، مهم جدا يا ولاد. وخليك عارف كويس جدا 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 ان الامعاء يا شباب بالعصاره اللي فيها او بالعصارتين اللي فيها، اللي هم العصاره الصفراويه اللي جايه من الكبد صفرة 10 بيبس، والعصاره اللي جايه من البنكرياس، الاثنين يا جماعه قادرين، ركز بقى، قادره على هضم الطعام بالكامل، كربوهيدرات وبروتينات ولايبيدات. ايه القصه يا شباب؟ القصه يا اولاد ان حد عنده كانسر في المعده، مصحصح؟ نمت مني؟ طيب اتمنى تكون كويس وما نمتش يعني. خلاص شالوا المعده يا شباب. هل الراجل ده بيموت؟ لا. بياكل اي نعم بياكل اكلات على فترات متقاربه وكميتها قليله، بس بياكل. دكتور لما هو شال المعده، مين اللي بيعصر الاكل؟ الامعاء، لانها فيها حركه دوديه. طب يا دكتور مين اللي بيهضم البروتين؟ برضو الامعاء. ما يا جماعه المعده اتشالت بالبيبسين اللي كان فيها، بس الامعاء فيها شاطر تريبسين، صح كده؟ كويس خالص. وفيها يا جماعه لايبيز جاي من العصاره البنكرياسيه، وفيها يا جماعه الاميليز، فكل الاكل حرفيا بيتهضم في قلب الامعاء عادي جدا. خلاص حلو قوي. بقول لك يا دكتور يصل طولها الى 8 امتار، قطرها يا جماعه 3.5 سم في بدايتها بعد المعده، ونهايتها يا اولاد 1.4 سم، تنثني على نفسها ويربط بين التواتها يا جماعه غشاء اسمه المساريق. يعني حضرتك دي الامعاء هي عامله كده. خلاص قال لك يا دكتور ماسك الغشاء مع بعضه كده يا جماعه حاجه اسمها المساريق. طيب ينحصر يا اولاد وجود الامعاء الدقيقه في حيز محدد من تجويف البطن بفضل الانثناءات العديده بها. يعني حضرتك هي لو مش متنيه ما كانتش تتحط في مكان صغير في بطنك. تمام حلو خالص. طيب عصارات الهضم يا اولاد داخل الامعاء الدقيقه، اول حاجه يا دكتور العصاره الصفراويه اللي جايه منين؟ اللي جايه يا دكتور من الكبد. بتعمل ايه؟ حضرتك بتحول الدهون لحاجه اسمها مستحلب دهني. ليه؟ عشان يساعد على الهضم، عشان اللايبيز يعرف يشتغل. تفرز من الكبد على الغذاء اثناء مروره في الاثنى عشر، ركز بقى، وهي تخلو من الانزيمات. انت عارف بقى القصه بتاع الكبد والبنكرياس، وعارف ايه اللي بيتفرز وفين وبتمشي ازاي. خلاص بقى انت برنس دلوقتي. تعمل على تحويل الدهون الى مستحلب دهني. يبقى يا دكتور اللايبيز ما بيحولش المستحلب دهني، اللي بيحول الدهون لمستحلب دهني الا وهو شاطر العصاره الصفراويه، اي تجزئه الحبيبات الدهنيه الكبيره الى قطرات اصغر حجم. يعني يا جماعه بيبدا الهضم، بس مش هضم تماما، يعني مش هيديك حمض امين، مش هيديك حمض دهني، لا هيديك مستحلب دهني بحيث اللايبيز يعرف يشتغل عليه. خلاص كده حلو قوي. قال لك يا دكتور الدهون بالعصاره الصفراويه ولا مستحلب دهني؟ جميل جدا جدا جدا. تخزن العصاره الصفراويه فين؟ في الحوصله الصفراويه، المراره يا شباب. تمام. طيب العصاره البنكرياسيه اهم عصاره يا جماعه في الجسم، اهم عصاره في الجسم. بص يا سيدي، البنكرياس هو اللي بيطلع العصاره اللي بتهضم في الامعاء، والبنكرياس يا جماعه قادر، قلت لك الامعاء قادره تهضم الاكل كله لوحدها. ليه؟ لان فيها العصاره البنكرياسيه. ركز معايا، حضرتك نازل لك كربوهيدرات، الغي بقى المعده والغي البق والغي كل حاجه، ما عنديش مشكله، ونازل لك بروتين في قلب الامعاء، ونازل لك لايبيدات. هتعمل ايه؟ سهله خالص دكتور. اول حاجه طبعا لازم الاتش سي ال اللي نازل من المعده لو انت سليم يعني لازم توقفه، لازم تعمل له تعادل. فهتلاقي اول حاجه من ضمن مكونات العصاره البنكرياسيه يا اولاد بيكربونات الصوديوم، لان حضرتك عشان تعمل تعادل اتش سي ال يا اولاد، اتش سي ال مع ان اي اتش سي او 3، السي ال يا جماعه تاخدها الان اي، يبقى دكتور ان اي سي ال زائد اتش 2 او زائد سي او 2. ده يا جماعه اسمه تفاعل تعادل. حضرتك كده بوظت الاتش سي ال، ما يعملش حاجه في امعائك، ما يعورش امعائك، ما يعملكش قرحه في الامعاء. تمام. ماذا لو ده قل يا شباب؟ ماذا لو قل NaHCO3 من البنكرياس؟ تصاب الامعاء بقرحه معويه. خلاص حلو قوي. طيب
ماشي يا دكتور، كده انا بوظت الاتش سي ال. يلا بقى يا دكتور نعمل هضم للباقي. قال لك يا دكتور الكربوهيدرات مين اللي بيهضمها؟ انت تعرف غير الاميليز؟ يبقى يا دكتور اول حاجه عندي في العصاره البنكرياسيه اميليز بنكرياس. بيعمل ايه؟ بياخد النشا والجلايكوجين، نفس اللي حصل في البق يا اولاد بالاميليز البنكرياسي، بس هنا بقى حضرتك وسط قلوي في الامعاء، وطبعا بالتحلل المائي يحوله الى سكر مالتوز، سكر شعير. خلي بالك لسه ده محتاج مالتيز عشان يكسروا الجلوكوز، بس مش هنا، لسه يا جماعه في العصاره المعويه. طيب تعالى يا دكتور، عندي بروتين اعمل فيه ايه؟ قال لك يا دكتور انت كان عندك في المعده بيبسين، عندك هنا في الامعاء التريبسين، بس خلاص. يبقى يا دكتور بيطلع برضو خامل او غير نشط اسمه تريبسينوجين. خلاص جماعه، اللي بيحول التريبسينوجين يا ولاد لتريبسين نشط، اللي كان بيحول البيبسينوجين لبيبسين هو الاتش سي ال. اما جماعه اللي هيحول التريبسينوجين للتريبسين الا وهو حاجه اسمها الانتيروكاينيز. بيطلع منين؟ من جدار الامعاء اهو، وهو غير نشط، ولكن متى وصل الى الاثنى عشر فانه يتحول الى صوره نشطه، التريبسين يا ولاد الذي يعمل على تكسير البروتينات الى عديدات بيبتايد، نفس شغل البيبسين بالظبط. يبقى يا دكتور برضو محتاج تشتغل على عديد البيبتايد ده عشان يبقى احماض امينيه بالبيبتايديز. هقول لك دلوقتي ان شاء الله، وذلك بفعل انزيم يفرزه الجدار الخلوي الداخلي للامعاء يعني، ويسمى ايه؟ انتيروكاينيز. يبقى يا اولاد اللي بينشط البيبسينوجين لبيبسين اتش سي ال، اللي بينشط التريبسينوجين لتريبسين انتيروكاينيز. كلام محترم جدا جدا جدا. طيب تعالى يا دكتور حضرتك بقى هات لي الميه حطها على البروتين، حط لي التريبسين النشط اللي في الامعاء وسط قلوي، هيعمل لك ايه؟ عديدات بيبتايد. يبقى يا دكتور حضرتك كده خارج من الامعاء، او انت يعني العصاره البنكرياسيه ادتك مين؟ ادت حضرتك لحد الان خليك فاكر سكر مالتوز لسه ما تقدرش تمتصه، لسه ده سكر ثنائي، ومدياك عديد بيبتايد ما تقدرش برضو تمتصه لسه. شوف بقى الخطوات. طيب فاضل مين يا دكتوره؟ قال لك حضرتك والله فاضل اللايبيدات. تمام، يجي مين؟ اللايبيز يا باشا. حضرتك كنت اشتغلت على اللايبيدات بالعصاره الصفراويه، حولتها لمستحلب دهني. مين اللي يكمل بقى؟ اللايبيز. يحول يا جماعه المستحلب الدهني بالميه، تحلل المائي يعني. قلت لحضرتك ان الهضم ده معناه تكسير الجزيئات الكبيره بالتحلل المائي بمساعده الانزيمات. ادي يا دكاتره الانزيمات اللي بناخدها، اللايبيز والتريبسينوجين والبيبسين والكلام ده كله، والتحلل المائي اهو يعمل لك يا دكتور المستحلب الدهني ده احماض دهنيه يا ولاد وجليسرين. كلام محترم جدا جدا جدا. بس حضرتك بيشتغل بعد ايه؟ بعد التجزئه بالعصاره الصفراويه اهو، بعد تجزئتها او بعد تجزئها بالصفراء الى احماض دهنيه وجليسرين. خلاص كده حلو قوي الكلام ده. يعني حضرتك العصاره الصفراويه بتحول الدهن لمستحلب دهني، اللايبيز ياخد المستحلب الدهني يحوله ليه احماض دهنيه وجليسرين. يبقى حضرتك كده خلاص انتهى هضم الدهون بالعصاره البنكرياسيه. بس حضرتك الكربوهيدرات لسه معاك مالتوز، ولسه معاك يعني لسه معاك سكر ثنائي، ولسه معاك عديد بيبتايد. ده يا ولاد العصاره البنكرياسيه فيها 4 حاجات مهمين جدا: بيكربونات صوديوم، اميليز، تريبسينوجين، ولايبيز. تمام. خش يا دكتور على اخر عصاره اسمها العصاره المعويه يا ولاد. دي يا جماعه بقى عصاره يعني حاجه بتطلع بس من الامعاء اسمها معويه، من الامعاء بقى نفسها. خلاص، تفرز من خلايا خاصه في جدار الامعاء الدقيقه. يعني حضرتك العصاره البنكرياسيه جايه من البنكرياس، والعصاره الصفراويه جايه من الكبد، اما العصاره المعويه جايه من جدار الامعاء الدقيقه. خلاص، وتحتوي يا جماعه على انزيمات تكمل عمل الانزيمات السابقه. انت كان معاك ايه؟ كان معاك مالتوز او سكريات ثنائيه. قال لك يا دكتور عندك حاجه اسمها مالتيز، يعمل ايه؟ ياخد المالتوز اهو سكر الشعير اللي قلت لك عليه في الاول، يحوله الى 2 جزيء جلوكوز. تمام. طب معاك سكروز سكر ثنائي. قال لك يا دكتور كل السكريات الثنائيه تهضم بالعصاره المعويه. سكروز يا اولاد يكسروا مين؟ زي ما قلت لك بقى انزيم السكريز يكسر سكر القصب الى جلوكوز وفركتوز عشان تاخد مين؟ عشان تاخد الجلوكوز ده جاهز. خلاص. طيب بعد كده اللاكتيز يعمل ايه؟ يكسر اللاكتوز سكر اللبن اهو وسط قلوي في الامعاء الى جلوكوز وجلاكتوز. فحضرتك تعرف تمتص الجلوكوز، وتعرف تمتص الجلاكتوز، وتعرف تمتص الجلوكوز، تعرف تمتص الفركتوز لانها يا جماعه سكريات احاديه بسيطه مونيمرات، تعرف تمتص الجلوكوز عادي جدا. فاضل لك يا دكتور من البروتينات اخر حاجه يا ولاد في البروتينات، الا وهي معاك سلسله عديد بيبتايد جايه من المعده وجايه من الامعاء برضو، بيبسين وتريبسينوجين بيدوك سلاسل عديد بيبتايد. ما يتبقى الا ان انزيم يا جماعه اسمه انزيم البيبتايديز. ركز، ايز يعني بيكسر، بيبتايد يبقى بيبتايديز بيكسر، زي مالتوز مالتيز، سكروز سكريز، لاكتوز لاكتيز، بيبتايد رابطه بيبتايديز. يعني يا جماعه بيكسر الروابط البيبتيديه اللي بين الاحماض الامينيه التي توجد بين انواع الاحماض الامينيه في سلسله عديد البيبتايد، وبالتالي الدكاتره بيحول السلسله الى احماض امينيه. خلاص حلو خالص الكلام ده. بعد كده يا اولاد الانتيروكاينيز ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيحول الدكتوره التريبسينوجين الى تريبسين. خلاص حلو قوي الكلام ده. ماشي اهو الانزيم يا جماعه المحلل للسكريات الثنائيه الى سكريات احاديه متماثله هو انزيم المالتيز. ليه؟ لان حضرتك المالتوز ده بيديك 2 جلوكوز، فلما يديك 2 جلوكوز يبقى دول اسمهم سكرين متماثلين. مين اللي بيعمل كده؟ المالتوز على المالتيز، او المالتيز على سكر المالتوز. طيب السكريز بيعمل كده؟ لا. ليه؟ لانه بيديك جلوكوز وفركتوز، فهم مش متماثلين. تمام حلو خالص. يبدا وينتهي هضم السكريات الثنائيه فين؟ في الامعاء بالعصاره المعويه.
زي ما لسه قايلين السكروز، اللاكتوز، المالتوز. توجد السكريات في صوره احاديه في الجسم، يعني حضرتك عشان تمتص اي سكر لازم يكون يا اولاد في صورته الاحاديه. تمام، نحل يا جماعه الاسئله ديت ونختم عشان احنا النهارده طولنا عليكم، واوعدكم باذن الله المحاضره الجايه تكون صغيره خالص ونخلص الدرس بقى ونخش في اللي بعده كمان لو عايزين يعني. طولت عليكم النهارده معلش، بس كان لازم تفهم القصه دي عشان هحتاجها منك جدا ان شاء الله في ثالثه ثانوي. خلاص بسم الله. نتيجه اصابه الحوصله الصفراويه، مين المراره مصابه شالها خلاص لشخص ما تم ازالتها جراحيا، يعني شال مين؟ شال المراره. اي من العمليات التاليه يمكن ان تتاثر بذلك. هي بتطلع المره دي شاطر، بتطلع يا دكتور عصاره صفراويه بتساهم في هضم مين؟ بتحول الدهون لمستحلب دهني. يبقى يا دكتور اللي هيتاثر هو هضم الدهون. تعال نشوف. البروتينات لا، بروتين لا، هضم الكربوهيدرات لا، هضم المواد الدهنيه. تمام حلو خالص. طيب تناول شخص ما احد الاطعمه فلم تتاثر بانزيمات القناه الهضميه حتى وصلت الى الاثنى عشر. ركز معايا. كربوهيدرات تتاثر بالبق، بروتينات تتاثر بالبروتين في المعده، اما يا جماعه الحاجه الوحيده اللي ما يبداش هضمها الا في الاثنى عشر الا وهي الدهون. ده السؤال. طيب ما الانزيم المفرز او المفرز من الامعاء الدقيقه ويكمل عمل انزيم اخر مفرز من المعده؟ ركز معايا حضرتك. المعده دي كان فيها ايه؟ انزيم واحد، البيبسين، صح كده؟ بيهضم البروتين ليه؟ ما تقولش احماض امينيه، لا، بيهضم يا دكتور البروتين لسلاسل عديد بيبتايد. مين بقى يا جماعه ياخد السلسله يكمل عليها؟ قال لك يا دكتور اللي بيكمل على السلسله عديد بيبتايد الا وهو البيبتايديز في الامعاء، بيحولها الى احماض امينيه. طيب 4 يا شباب، اي الانزيمات التاليه ينتج عن عمله جزيئات ابسط ومتماثله. تعال نشوف. حضرتك اللي كان بيديني جزيئات متماثله من شويه هو المالتيز، بس ما عندكش مالتيز هنا. قال لك الاميليز بيعمل ايه؟ بيكسر يا جماعه الكربوهيدرات الى سكر مالتوز. يعني يا ولاد كل النواتج بتاعته مالتوز. متماثله؟ متماثله. ابسط؟ ابسط. يبقى يا دكتور الاميليز صح. طب شوف الباقي. اللاكتيز قال لك لا ده بيديك جلوكوز وجلاكتوز مش متماثلين. اللايبيز لا ده بيديك احماض دهنيه وجليسرين مش متماثلين. السكريز لا بيديك جلوكوز وفركتوز مش متماثلين. يبقى يا جماعه الحاجه الوحيده المتماثله الا وهي رقم الف. بس كده يا ولاد خلصنا الحمد لله الهضم بسلام، وما اعتقدش انت محتاج حاجه في الهضم في حياتك تاني باذن الله. حتى لما تخش الكليه هتشوف اللي انا قلته ده وهتدعي لي باذن الله لما تاخد الكلام اللي قلت لك النهارده في الكليه. وبس كده يا ولاد طولت عليكم النهارده سامحوني، بس ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا وفهمتوا المحاضره. اللي وصل لحد الان اقسم بالله بطل. قول لي في الكومنتات. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.